بتصور هيك صرنا لايف. مساء الخير للجميع. طبعا كان من المقرر اليوم يكون عندنا حوار مع عبد اللطيف المنير. آه، لكن ما مش الحال لأنه الأستاذ عبد اللطيف بسوريا، وأوضاع الإنترنت والكهرباء بسوريا يعني معروفة من قبل الجميع، فما كان في فرصة اليوم لأنه يطلع معنا. حوارنا هلأ مع ضيف آخر وحول موضوع آخر. اليوم حديثنا عن حزب العمال الكردستاني. طبعا هلا اللي عم تتصدر يعني أخبار شمال شرق سوريا متصدرة لنشرات الأخبار على في الشأن السوري. العملية العسكرية التركية يلي بدأت من أيام قليلة. العملية العسكرية التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية المسيطرة على منطقة شرق الفرات بسوريا. هالعملية العسكرية التركية يعني اختلف الشارع السوري حول هالعملية، في مين يؤيد ويقول لابد من الانتهاء من قسد. قسد هي خنجر مسموم في خاصرة الثورة السورية. طبعا نحن هون عم نحكي عن الشارع المعارض. أم أم في عندي بس عم تجيني اتصالات على الواتساب. وأيضا ضمن الشارع المعارض بسوريا في حدا بيقول لا، يعني يمكن حلحلة كل المشاكل العالقة مع مجلس وقوات سوريا الديمقراطية، ونحن بغنى عن عدوان خارجي من دولة جارة اللي هي تركيا، خصوصا أنه في تجربة سابقة مع العدوان التركي على سوريا. هالتجربة موجودة بمنطقة عفرين وبمناطق تل أبيض وراس العين. إذا في عنا رأيين أساسيين. في حدا غير مهتم بيقول لك قسد لم تنتمي للثورة وليست من النظام، هي خط ثالث، إذا فلتتحمل وبشكل كامل تبعات تبعات مواقفها. وبيقول لك يعني قسد أغلب قياداتها أو كل قياداتها أجنبية من خارج سوريا. فالعملية العسكرية والحرب الدائرة بين قسد وتركيا هي حرب احتلال ضد احتلال آخر. فالموضوع ما كتير بيستاهل الاهتمام، ومن هالرأي ظهر ناس حتى قالت إنه إن شاء الله الحرب تستعر، لأنه احتلالات على بعض وهي بمصلحة السوريين. شيء غريب فعلا، يعني غريب فعلا انه عم يتصلوا بوقت اللايف. نرجع لحديثنا. طبعا نحن بانتظار ضيف الحلقة. ضيف الحوار لليوم هو الروائي والصحفي السوري هوشنك أوسي. هوشنك أوسي اللي بيكتب باللغتين العربية والكردية. له عدد من الروايات ومن الدواوين الشعرية. أعماله حازت على جوائز، أبرزها جائزة كتارا لرواية كان هو قد كتبها. الرواية هي وطأة اليقين، محنة السؤال وشهوة الخيال. فبانتظار هوشنك أوسي معلومات هيك سريعة عن الضيف. الضيف كان ضمن صفوف حزب العمال الكردستاني لفترة من الزمن، وحقيقة هي فترة ما قصيرة، هي تقريبا 20 سنة. انتسب إلى حزب العمال الكردستاني ونشط ضمن صفوفه، لكن فيما بعد انشق عن الحزب ويعني اشتغل غالبا بشكل مستقل. كتير مهم أنه نسأل كيف دخل هوشنك أوسي إلى حزب العمال الكردستاني، ليش شاف حاله ضمن حزب العمال، وليش تركه فيما بعد، وشو اللي جرى، يعني شو عدا ما بدأ. حتى اشتغلنا 20 سنة بحزب العمال، بعدين طلعنا منه وبدأنا بانتقاده وبدأنا باتهامه بشكل مكثف حتى على الإعلام.
طبعا بدنا نحكي عن قوات سوريا الديمقراطية، هل هي مرتبطة بالعمال الكردستاني كما يشاع على أوسع نطاق أو لا؟ وإلى أين الصراع بين قوات سوريا الديمقراطية وتركيا؟ ضيفنا صار معنا الأستاذ هوشانك أوسي، بدي أقول له مساء الخير. مساء الورد، أهلا وسهلا. أنا آسف على التأخير لأمور شوي تقنية. ما بعرف إذا الصوت منيح. الصوت منيح والصورة منيح والإضاءة تمام وكله تمام. أهلا وسهلا فيك أستاذ هوشانك أوسي، مشكور على تلبية الدعوة. ممتاز على راسي وعيني، تكرم عينك. خلينا إياك. أستاذ هوشانك، بدنا نبدأ حديثنا عن حزب العمال الكردستاني. خلينا نعطي حقيقة، مو كل السوريين يعني بيعرفوا عن طريق الأحداث الأخيرة أنه في حزب كردي اسمه حزب العمال الكردستاني، في عنده مشاكل مع تركيا، في صراع دامي مع تركيا، لكن معلومات تفصيلية عن حزب العمال الكردستاني مو موجود عند نسبة كتير كبيرة من السوريين. خلينا نحكي عن حزب العمال الكردستاني، النشأة، الإيديولوجيا، وبعدين نروح على صراعه مع تركيا، وبنستفيد منك لأنه أنت قارئ جيد للحزب وأفكاره، وأنت أصلا كنت فيه أستاذ هوشانك. تفضل. مساء الخير للجميع مرة ثانية. حزب العمال الكردستاني كأي حزب يساري قومي في منطقة الشرق الأوسط، كانت بداية النشأة عن مجموعة من الطلبة اللي بيدرسوا في الجامعات التركية والمعاهد المتوسطة. في البداية هاي المجموعات يعني كان مسمين نفسهم ثوار كردستان. طبعا مجموعات أيديولوجية تنشط في المدن التركية وفي المدن الكردية. أصلا المجموعة التأسيسية الأولى، المجموعة الأيديولوجية الأولى، أو فينا نسميها كتلتين أو مجموعتين: مجموعة تنشط في مناطق كردستان تركيا، ومجموعة في الجامعات التركية اللي من ضمنهم عبد الله أوجلان. السردية الرسمية لحزب العمال الكردستاني ممكن الحصول عليها من أدبيات الحزب، من كتب أوجلان، ومن تصريحات والحوارات التي أجريت مع قيادات الحزب جميل بايك ودوران كالكان والقيادات الفاعلة الممسكة بقرار الحزب حاليا. لكن هنالك سردية أخرى، سردية المنشقين، اللي هن كمان من الكوادر المؤسسة لهذا الحزب، لكن انشقوا عن الحزب ويقولون كلاما آخر مغاير للسردية. دائما في التاريخ هنالك التاريخ الرسمي المدون للأنظمة أو للأحزاب، وفي تاريخ آخر خفي غير معلن عنه أو مسكوت عنه. راح نركز شوي على التاريخ الرسمي المعتمد المتداول أو اللي برسم الشيوع لدى مراكز البحوث والدراسات والمواقع والإعلام، ونعرج كمان قليلا على التاريخ الخفي لحزب العمال الكردستاني. السردية الرسمية بتقول أنه عبد الله أوجلان كان منتسب لتنظيمات يسارية تركية. هاي التنظيمات لم تهضم المطالب الكردية، فانشق عن اليسار التركي وشكل مجموعة من الأصدقاء طلبة الجامعة، ويعني هو المؤسس والأب الروحي وصاحب القصة هي كلياتها. طبعا ودائما في هكذا سرديات يتم يعني التركيز على شخص واحد، يعني تأليه شخص واحد، وكأنه لم يكن هنالك رفاق وآخرين ساعدوا هذا الشخص مهما يعني كان ذكيا أو قويا أو رصينا أو عميقا. لابد من حاضن، لابد من أصدقاء آخرين يساعدونه. الأصدقاء الآخرون أو الظروف الأخرى التي ساهمت وساعدت وعاضدت نشأة حزب العمال الكردستاني يتم تجاهلها غالبا في السردية الرسمية، والتركيز على عظمة وبطولة وقوة وعمق عبد الله أوجلان.
ما بتشوف فيلسوف استاذ هوشنق، ما بتشوف عبد الله اوجلان فيلسوف في السياسه، بغض النظر اذا كنت متفق حاليا مع الافكار النظريه اللي كتبها وشرحها وعبر عنها، بتشوف انه هو فعلا مثل ما يقال من جماعته بانه هو فيلسوف ومفكر قبل ان يكون زعيم وقبل ان يكون قائد، هو مفكر وفيلسوف وكتبه هذا سؤال حلو كثير، خلي يعني سجله عندك، بس لكمل السردية التاريخية عن هذا الحزب لحتى تكتمل الصورة، أو يعني بيكون المشاهد والمتابع على دراية وعلى كم وافي من المعلومة في هذا الخصوص. حزب العمال الكردستاني تأسس في عام 1900 في هذا الشهر، يعني بكرة وبعده راح يكون ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني في 27 و28 نوفمبر 1978 في كردستان تركيا، في قرية صغيرة تابعة لديار بكر. شعار الحزب، الطرح الأساسي للحزب، الطرح الاستراتيجي، أنه هنالك شيء اسمه كردستان، وطن قومي للأكراد، محتل مستعمر من قبل 4 أنظمة، هي تركيا، إيران، سوريا، والعراق. هذا الوطن المحتل المستعمر ينبغي على هذا التنظيم الطليعي تحريره وتوحيده، والنظام الإداري والنظام السياسي اللي هي الدولة العتيدة المرتقبة المنشودة نظام اشتراكي ماركسي لينيني يعني. فهذا كان التوجه العام للحزب. طبعا بعد تأسيس الحزب في المؤتمر التأسيسي ما كان اسمه حزب العمال الكردستاني. بعد الخلية التأسيسية والاجتماع التأسيسي، يعني لم يتم اختيار هذا الاسم. هذا الاسم تم اختياره في اجتماع آخر عقد في 79 في مدينة أورفا تركيا، مدينة عنتاب اللي تابعة لولاية أورفا، غازي عنتاب بالتركي. واجتماع آخر صار في بنغول كمان في نفس العام في 79، اجتماعين هامين للجنة المركزية لحزب العمال الكردستاني لم يحضرها عبد الله أوجلان. يعني عندما تم اختيار أو الاتفاق على اسم حزب العمال الكردستاني، أوجلان لم يكن موجودا في الاجتماعين. أوجلان وين كان؟ كان هربان إلى سوريا، يعني موجود على الأراضي السورية ولم يحضر اجتماعين رئيسيين. وطبعا خرج، هذا كلام أوجلان في كتبه. ليش كان بسوريا؟ هل كان الحزب ملاحق مباشرة من بداية لا ظهور؟ لا لا لا, لا وقت ما كان في ملاحقة، وقت ما كان في 79 الانقلاب العسكري. طبعا أوجلان يتحجج خروج، يعني يبرر خروجه من الأراضي التركية وترك الحزب. يعني لم يغلب أنت شفت بحياتك زعيم حزب لا يبلغ اللجنة المركزية أنه أنا رايح على بلد معين؟ ما أنت رأس الحزب، أنت المنظر، أنت ينبغي أن تبلغ. طبعا هو بيقول أنه الحزب كان مخترق من المخابرات التركية عبر زوجته كسيرا يلدرم، اللي حاليا مشلقة على الحزب ومتوارية على الأنظار، وشخص آخر مرتبط بالمخابرات التركية اسمه نجاتي كيا، كان طيار، لكن طيار مش عسكري، مش طيار عسكري. فالاثنين حسب الرواية الرسمية كانوا تابعين للاستخبارات التركية، وجولان تجنب إخبار اللجنة المركزية مسار خروجه إلى سوريا تفاديا للاعتقال. طبعا وقت الحزب لم يكن ملاحقا. في 79 لما خرج أوجلان وفي المرحلة التأسيسية الحزب لم يكن ملاحقا. أتى إلى سوريا، عمل عن طريق الاتحاد الوطني الكردستاني علاقات مع المنظمات الفلسطينية، علاقات مع النظام السوري. وبعد ذلك يعني بمضي سنة أو أكثر صار انقلاب 12 أيلول في عام 1980. أوجلان يبرر أنه هو يعني استشف أو تنبأ حدوث الانقلاب، وبالتالي تفاديا للاعتقال خرج. طبعا أوجلان تنبأ بحدوث الانقلاب العسكري في أيلول، في 12 أيلول 1980، ولم يتنبأ باعتقاله في نيروبي. يعني هل الأسطرة التي أطفاها أوجلان على نفسه
مريدوه ومحاسبوه أيضا عضدوا في هذا الموضوع. شعار الحزب الأساسي كما ذكرت لك توحيد وتحرير كردستان. الجريدة المركزية للحزب سرقبون ما زالت موجودة، ومعنى كلمة سرقبون هي الاستقلال. إذن هذا الحزب طرح نفسه كحزبا استقلاليا انفصاليا قوميا يساريا يسعى إلى تحقيق الحلم الكردي، كردستان الكبرى، كردستان الاشتراكية الموحدة. أتى إلى سوريا، عمل علاقات مع النظام السوري. سوريا بدي ضل بالتأسيس. شو هي الظروف يلي رافقت تأسيس حزب العمال الكردستاني؟ يعني أنا لو حدا سألني السؤال عن قسد الظروف، بقول طلعت الثورة السورية وصارت سوريا قسمين، معارضة ونظام، وصار في تنظيمات إسلامية، ظهرت بهالوقت قوات العمال الكردستاني أو البايدير اللي عملت وحدات حماية الشعب. يعني في ظروف كانت محيطة بأي عملية، بظهور أي حزب، أي حركة، أي ثورة، أي انتفاضة. شو هي الظروف اللي كانت موجودة بتركيا اللي جابت حزب العمال الكردستاني أو فرضت نضالا كرديا يساريا في تركيا؟ شوف، أولا كان هنالك حركات وتنظيمات كردية ناشطة في تركيا، يعني منذ مطلع السبعينات وحتى منتصف الستينات. كان هنالك الحزب الديمقراطي الكردي في تركيا. يعني الساحة لم تكن خالية، لكن كان مجموعة من الظروف والأزمات تضافرت، منها يعني الهزيمة الكبرى التي منيت بها الثورة الكردية في العراق في ال75، وزعيمها ملا مصطفى البرزاني، والتوقيع على اتفاقية الجزائر ما بين إيران الشاه وعراق صدام حسين في يعني تلك الانتكاسة الكبرى والهزيمة الكبرى. يعني خلق نوع من اليأس والإحباط والجفاء في الساحة السياسية الكردية بشكل عموم. صعود اليسار التركي في نهاية، أنت بتعرف يعني المظاهرات التي عمت أوروبا وحركة اليسار وبعد مقتل تشي جيفارا والحركة الشبابية والمظاهرات الشبابية في نهاية الستينات، في 68 وربيع براغ في اوروبا، انعكس على منطقه الشرق الاوسط، ايضا انعكس على تركيا. والحركات اليساريه كانت قويه وفاعله ومؤثره في تركيا ضمن هذه الظروف، ضمن هذه اليسارية اللي هي المعطيات. القومية التركية، هيك فينا نقول يسارية اللي هي القومية التركية. عفوا. عم نقول الأحزاب اليسارية بتركيا أو الحركة اليسارية بتركيا اللي هي الأحزاب التركية القومية. لا، مش القوميه. شوف، هذا موضوع آخر مستقل. يعني اليسار التركي كان لديه نزوع قومي، لكن الأحزاب القومية ليس بالضرورة أن تكون يسارية. مثلا حزب الحركة القومية اللي بيرأسه دولة بختشلي ورمزه الذئاب الرمادية، وليس حزبا يساريا وحزبا قوميا صرفا. حزب العدالة والتنمية وحزب قومي إسلامي. الأحزاب القومية ليس بالضرورة، لكن اليسار التركي كان مشوبا بالنزعة القومية التركية أيضا. يعني ما كان يساري خالص 100%، يعني في هذا الخصوص. لكن ما فينا نعمم نقول أنه الأحزاب اليسارية بالضرورة هي يعني أحزاب قومية. هذه الظروف، ظروف صعود حركات اليسار واغتيال ماير تشيان، احد رموز اليسار في تركيا، وثم اعدام دنيس جازمش في 73. يعني كل الظروف كانت مواتيه. ان لم يكن حزب عمال كردستاني، يعني حزب اخر كان راح يطلع. واصلا كانت الساحه الكرديه موجوده فيها احزاب. حزب العمال الكردستاني لما بلش أطلق الرصاص قبل أن يطلقها على الجنود الأتراك، أطلقها على الأكراد، على التنظيمات الكردية. دخل في صراع مع حركة كوك الكردية، وهي اسمها حركة تحرير كردستان أو حزب تحرير كردستان، من سنة 78 وسنة 79 وحتى سنة 80. كان هنالك صراع دامي مع الأحزاب الكردية في تركيا. هي رح نرجع ليها علاقة العمال الكردستاني بالبيئة الكردية الحاضنة، لكن قبل إسا السؤال الماضي يعني ما يعني ما أخذت كل ما أريده منه. ظروف نشأة حزب العمال الكردستاني بتركيا
كان في صراع كردي تركي قبل حزب العمال، أو مثل ما بيقول بعض الأكراد حزب العمال الكردستاني جاب لنا الويلات؟ يعني هل حزب العمال الكردستاني هو من أجج صراعا كرديا تركيا داميا في تركيا، أما أوريدي قبل البي كي كي وقبل ما ينوجد أوجلان كان في تنافس كردي تركي وكان في صراع كردي تركي؟ طبعا كان في صراع كردي تركي. الصراع الكردي التركي يمتد إلى الحقبة العثمانية، يعني كان هنالك إمارات مستقلة أو شبه استقلال ذاتي، إمارات في داخل جسد السلطنة العثمانية، والأكراد كانوا فاعلين ضمن السلطنة العثمانية، والأكراد كانوا فاعلين في تأسيس الجمهورية التركية كمان. ولكن عندما انقلب عليهم تنكر مصطفى كمال أتاتورك لوعوده التي قطعها للأكراد على أن هذه الدولة دولة الكرد والترك، ويعني ما في فرق بين القوميتين. هذه الوعود يعني تنصل منها وتنكث بها مصطفى كمال أتاتورك، ما دفع الأكراد والنخب السياسية الكردية إلى القيام بانتفاضة 1925 بقيادة الشيخ سعيد بيران. طبعا الشيخ سعيد بيران هو واجهة دينية، طريقة نقشبندية واجهة، لكن الأساس لتلك الانتفاضة كانت جمعية هيبي أو حزب آزادي، حزب آزادي أو جمعية أو منظمة آزادي اللي كانت تضم النخب القومية وقت ذاك. إذن وبعدها أتت انتفاضة أو ثورة العلويين في ديرسم، انتفضوا على الدولة التركية في عام 1937 38. كمان كان في ثورة أرارات بقيادة جنرال في الجيش العثماني السابق إحسان نوري باشا من سنة ال 26 ل 30 في جبل أرارات، ما موجود حاليا يعني في يعني. وتأسس، أنا ذكرت لك أنه في منتصف الستينات كان هنالك الحزب الديمقراطي الكردستاني أو الكردي في تركيا، وكان في حركة كاوا، وكان في حركة كوك، والحزب الاشتراكي الكردي. كل هذه التنظيمات كانت موجودة قبل حزب العمال الكردستاني. معنى ذلك أنه هنالك يعني قضية كردية، قضية قومية، قضية شعب، قضية أرض، قضية وجود، قضية هوية موجودة في تركيا منذ نشأة الدولة التركية. حزب العمال الكردستاني نتيجة إحدى مفرزات هذه القضية. طبعا هذه السردية الرسمية، لكن هنالك سردية أخرى عميقة يعني تقول أنه حزب العمال الكردستاني على صراع مع الدولة الرسمية، مع الحكومات، لكن هنالك علاقة مع الدولة العميقة. وهذه يعني صدر كتب. الصحفي التركي أور مونجو اغتيل في سنة 93 عندما حاول أن يذكر العلاقة ما بين عبد الله أوجلان والاستخبارات التركية MIT ميت يعني. والتهمة ذهبت على يعني من استهدف هذا الصحفي الاستقصائي الذي حاول أن يكشف هذه العلاقة، أنه أوجلان وحزبه كان من أدوات أو من مخرجات أو من مفرزات الاستخبارات التركية للوقوف في وجه الأحزاب الكردية الأخرى وأبادها. يعني النتيجة الآن لا يوجد هنالك حزب آخر في تركيا قوي وفاعل ومؤثر، حزب العمال الكردستاني، في حين أنه كان هنالك أحزاب لها جماهير، لها قواعد، وحتى تحمل السلاح في وجه الأتراك، ومارست العمل المسلح قبل حزب العمال الكردستاني. هذه الأحزاب الآن صارت من الماضي وأزيلت، وهنالك دور بارز ومهم لحزب العمال الكردستاني في إزالة هذه التيارات داخل الأراضي التركية. الرواية الأخرى يعني مثلا عوني أزدرل، هذا الصحفي تركي، قال لأوجلان بالحرف في سهل البقاع، قال له أنه أنا شايفك في مكان في أنقرة، في شارع اسمه إزمير، في جمعية كانت تابعة للحزب القومي التركي وتابعة للميت التركي.
هذا كلام مذكور في الكتب، هذا أولا. اثنين، حسن أتيلا أور ضابط الاستخبارات اللي حقق مع أوجلان في سجن إمرالي عندما اعتقل أوجلان، هل تعلم أنه هذا الضابط كان في دمشق؟ كان في دمشق، وفي نفس البناية، في نفس المبنى اللي أوجلان يعني حزب العمال الكردستاني كان لهم شقة في مزة فيلات في نفس البناية. هذا الضابط ألف كتاب وتحدث عن علاقته وكيف كان يرى ويلتقي بعبد الله أوجلان في دمشق، وعندما يعني أوتي به إلى أنقرة وصار ضمن هذا الضابط حسن أتيلا أور، بإمكانك تعمل بحث عن كتابه، ويتحدث عن جانب، مش كل جانب، عن التحقيق مع عبد الله أوجلان، وكيف أنه عبد الله أوجلان اصلا الفيديوهات معروفه انه قال أنه اريد ان اخدم تركيا وانا والدتي تركيه واعتذر للجنود امهات الجنود الاتراك. كل هذه التفاصيل هي برسم المشاع ومتاحه لمن يود ويرى. حزب العمال الكردستاني في فتره تواجده في سوريا يعني تسرب اليه الموروث البعثي ايضا. اذا بترجع على ادبيات الحزب، وانا كتبت وسويت أيضا الكثير يعني من المقالات والفيديوهات بشكل موثق، كيف أن عبد الله أوجلان يمدح حافظ الأسد، وكيف أن جميل الأسد لديه مقالات في إصدارات ومجلات حزب العمال الكردستاني باللغة العربية، وإذا بدك ببعث لك كمان يعني التفاصيل الموثقة في أدبيات الحزب، في مجلات الحزب باللغة العربية. هنالك مدائح، يعني بثينة شعبان إذا قرأت مدائح حزب العمال الكردستاني في حافظ الأسد وفي النظام السوري سيقشعر بدنها وترجع صبية 20 سنة لوراء. يعني مدائح لم يقلها البعثيون والأسديون والقرداحيون في حق حافظ الأسد، موجودة في أدبيات حزب العمال الكردستاني باللغة العربية وباللغة التركية، وهذا الكلام موثق، مش يعني مبني على خصومة أو مكايدة سياسية أو ما. إذا تسرب فكر حتى في طرائق، يعني شعار بالروح بالدم نفديك يا حافظ تحول إلى اللغة الكردية بقيم بجان أم بترى أوجلان. يعني حتى على مستوى الشعارات، على مستوى آليات العمل، الفكر الكمالي تسرب إلى حزب العمال الكردستاني، الفكر البعثي، حتى الخمينيزم. أنت شفت بحياتك حزب علماني ويساري ولا علاقة له بالأمور المذهبية وبالأمور الدينية والطائفية، ويكرس صفحات من كتب من مجلته المركزية لمدح الثورة الإسلامية في إيران ومدح العلوية والمذهب العلوي؟ أنت شفت هيك شيء؟ يعني هلا جميل الأسد هيك أمور يطرح هيك في جمعية المرتضى؟ ممكن. نظام الأسد ممكن. النظام العراقي طبعا. النظام الإيراني نعم، لأنه نظام ولاية الفقيه. حزب العمال الكردستاني ليش ما حدا يعني من ضمن الحزب أنه لماذا حزب العمال الكردستاني كحزب يساري وعلماني يعني ينزلق إلى مدائح الطريقة المذهب العلوي والمذهب الشيعي والثورة الإسلامية في إيران؟ حزب العمال الكردستاني منذ مطلع الثمانينات على علاقة قوية ووطيدة مع النظام الإيراني، وأنا ذكرت ذلك بالتوثيق. معقول لأنه كما يشاع بيقولوا لك أنه عبد الله أوجلان علوي، جميل بايك علوي، أغلب قيادات العمال الكردستاني هم علويو الكرد، معقول؟ لا، عبد الله أوجلان ليس علويا. عبد الله أوجلان ليس علويا، لأنه أنت بحياتك شفت واحد علوي اسم أبوه عمر واسم أمه عائشة واسم أخوه عثمان؟ لا شيعي ولا علوي، ما بتزبط هاي القصة. يعني الزلمة مش بس زوجته كانت علوية، هذا واحد. اثنين، أكثر من نصف مؤسسي حزب العمال الكردستاني في المؤتمر التأسيسي، وأنا ذكرت بالأسماء أن كانوا 22 شخص أو 23 شخص، أكثر من نصفهم كانوا علويين كرد وعلويين ترك. يعني مش معقول
الآن في قيادة حزب العمال الكردستاني مسؤول الإعلام مصطفى قرصو علوي. مسؤول الإعلام، إعلام حزب العمال الكردستاني، اللي بيعطي توجيهات لآل دار خليل وبيعطي توجيهات لنواف خليل وللمؤسسات الإعلامية، أصله علوي ويتفاخر بعلويته. شفت واحد يساري علماني ما له علاقة على أساس بالأديان وبيعتبرها شيء رجعي وما بعرف شو، يتفاخر بأنه من أسرة علوية متدينة، أسرة الشيوخ والمراجع دي. هذا مصطفى قرصو. دوران كالكان تركي وعلوي ملقي. جميل بايك ليس علوي، لكن جميل بايك يعني نشأ في بيئة علوية في منطقة العزيز في تركيا. ما بعرف إذا أنت بتعرف جنوب شرق تركيا في كردستان تركيا، غالبيته أو في الحي أو المكان اللي نشأ فيه جميل بايك بيئة علوية. بيئة لا يمكن، يعني أنا لما بجيب هذا المديح طيب يا عزيزي، عبد الله أوجلان لما أتى إلى تركيا إلى سوريا عفوا، أنت بتعرف شو الاسم الحركي اللي استخدمه؟ شو هو؟ علي. علي أوجلان، علي عبد الله أوجلان. علي فراد. علي عبد الله علي أوجلان. فراد كان يكتب علي فراد، هفال علي أتى وهفال علي ذهب وهفال علي، كان اسمه علي الاسم الحركي. زوجته كثيرة يلدرم، الاسم الحركي تبعها بتعرف شو كان؟ فاطمة. يعني مش معقول اثنين يعني وحزب ثوري وعلماني ويساري يجي على سوريا وبيعرف انه اللي بيحكموا سوريا علوية. فيعني لكي ينسجم هذا شيء مع الجو. موجود، هذا شيء موجود عند الأكراد. ما مسعود برزاني كمان بيفتخر أبوه ملا، اسمه الملا مصطفى برزاني. جلال الطالباني كان يفتخر بشيعيته يعني. لا جلال طلباني مش شيعي. جلال طلباني سني والطريقة القادرية، الطريقة الصوفية القادرية. شو اسمه مسعود برزاني من معلومة أكيد إنه جلال الطالباني مش شيعي. لا هن من الطريقة القادرية. أنت بترجع اعمل بحث، اعمل سيرش عن جلال طالباني، أن من أتباع الطريقة القادرية الصوفية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني. ومسعود برزاني، العائلة البرزاني والعشيرة البرزانية هي من الطريقة النقشبندية، وفي خلاف بين الطريقتين القادرية واثنيناتهم سنة. لكن كلمة الملا هي لقب ديني مش لقب طائفي. لكن هذا وعبد الله هون يعني إذا قال أنا أبوي ملا بنقول يلا شيء ثقافي شيء تقليدي. إذا حدا قال أنا بفتخر من عائلة بس عربية فيها مشايخ بنقول هذا سيء. شوف لما بيكون نصف، يعني أنا لا أبرئ حزب العمال الكردستاني من التسمم الطائفي. وأنا وثقت هذا الموضوع في الجريدة المركزية لحزب العمال الكردستاني سرخبون. متى بدأ الحديث في جريدة، في مجلة صوت كردستان في 96 أو 95، فترة تواجد أوجلان في دمشق. أما الجريدة المركزية التي تصدر باللغة التركية بعد 2011 2012 صاروا يحكوا بشكل موسع عن العلوية والدور المقاوم ومحور المقاومة ومن هالقصص. فهذا يعني كل هذه المعطيات لما بيجي بحطها جنب بعض بلاحظ أنه هنالك تسمم طائفي تسرب إلى هذا الحزب العلماني. يعني طبعا أنا عندما كتبت هذه التفاصيل الناس أو أنصار حزب العمال الكردستاني اتهموني بالطائفية وبالدعي، نفس النظام السوري. لما بتيجي بتقول لهم يا أخي طيب ليش كل ضباط الأمن وجنرالات الأمن علوية، بيقولوا لك أنت طائفي. يا حبيبي أجب عن هذا السؤال، لماذا يعني العلوية أخوان أعزاء مواطنين وطنيين، نعم على العين والرأس. هذا لكن يعني شو اللي بيميزون عن الإسماعيلية؟ شو اللي بيميزون عن الدروز؟ شو اللي بيميزون عن مكونات الشعب السوري الأخرى؟ ما في شيء. ما في شيء. يعني هل هم أكثر شجاعة أو أكثر خبرة أمنية من باقي مكونات الشعب السوري؟ لا. لما بتيجي بتطرح هيك تفاصيل على سحب دغري بيقولوا لك أنت طائفي. فنفس القصة حزب العمال الكردستاني انزلق. يعني يعني في البداية كان يبرر
العلاقة مع النظام السوري على أنه علاقة تكتيكية، على أساس أنه حزب العمال الكردستاني خدع حافظ الأسد، تصور. والعلاقة مع النظام الإيراني علاقة تكتيكية، على أساس عبد الله أوجلان وحزبه خدع الخميني. يعني في مجنون يحكي وعاقل يسمع. لكن بعد خروج عبد الله أوجلان أو طرد عبد الله أوجلان من سوريا، عبد الله أوجلان لم يتوقف عن مدح حافظ الأسد، والنظام السوري في النهاية استنجد بعد 2011 وبرعاية إيرانية وبوساطة جلال الطالباني، وصار نوع من التنسيق وإعادة المياه إلى مجاريها والعلاقات ودفع العلاقات بين حزب العمال الكردستاني ونظام بشار الأسد منذ 2011. لهذا السبب فتح النظام السوري الأبواب، الحدود لكوادر حزب العمال الكردستاني مشان يجوا، وفتح أبواب السجون لعناصر حزب الاتحاد الديمقراطي اللي كانوا معتقلين بحدود أكثر من 1000 شخص كانوا في سجون بشار الأسد من 2003 ولغاية 2010. أفرج عنهم. معتقلين من البيادة بحدود نعم ال1000. نعم نعم نعم. يعني النظام السوري مش بس أفرج عن الجولاني والمتطرفين وعناصر داعش، لا، أفرج عن معتقلي بيادة كمان في تلك الفترة. ومن ضمن المعتقلين اللي كانوا بسجن بشار الأسد صاروا قيادات في الإدارة الذاتية الديمقراطية. هي التفاصيل ما حد يمكن، يعني قلة من الناس يعرفون ذلك، وإذا بدك أذكر أسماء كمان. وهون هلا رح نجي على البيادة وعلى قسد، لكن هون حضرني سؤال. يعني انت عم تتحدث عن حزب، عم بتقول هو حزب يساري، علماني يساري قومي، لينيني ماركسي. بعدين جينا قلنا انه يعني توائم او ما دخل بصدامات مع حتى مع انظمه راديكاليه كالنظام الاسلامي في ايران، لم يدخل بصراع مع احزاب قوميه عربيه كما في سوريا حزب البعث. طيب معناتها يعني وين الارهاب بالموضوع؟ اذا حزب هو علماني وهو يساري وما اصطدم حتى مع أحزاب ومع دول تدار بالقومية العربية وبالشيعية السياسية أو بالسنية السياسية، طيب وين الإرهاب بالموضوع؟ حدا بيقول معناتها شوفوا المشكلة بتركيا، تركيا هي من أججت الصراع، حطت حزب العمال الكردستاني كواجهة للقضاء على الأكراد. ومثل ما بيقولوا كتير أكراد بيقولوا والله إذا على القمر بنعمل خيمة، تركيا بتقول أمننا القومي بخطر، بدها تطلع على القمر تزيل هالخيمة. مشكلة تركيا مع الأكراد كمكون، لأنهم أصحاب الأرض، أصحاب باكور كردستان. أكبر قطعة في كردستان هي موجودة في تركيا، ومن شأن هالشيء يعني حزب العمال له الفضل بإبراز الهوية الكردية من تركيا. طبعا مهم كردستان روجافا أو باشور أو روجالات، لكن بيبقى الثقل الأكبر عند باكور. وحزب العمال أنا أعتقد أكرم. هذا رأيك ولا سؤال؟ هذا شو هذا رأيك؟ هلا أنا ما أنهيت السؤال، أنا عم قدم لك مقدمات كلها أنت حضرتك رح تجاوب عليها. بعرف أنها ضد قناعاتك لكن أنا عم قدمها. يعني أنا ما رح أقول يعني أنت بتحكي وأنا بقول أكيد. أنا مهمتي كمان صيغ أسئلة. نسينا وين كنا عم نقول نعم انه مش الأكراد. ارهابي، انه مش وين الارهاب طالما ما عنده مشاكل، ما وين يعني. شكرا يعني لاستماعتك الروايه التركيه للسؤال. روايه كاذبه. تفضل أجد أستاذ هوشنك. طيب شوف قبل حزب العمال الكردستاني مارس العنف في تركيا ضد تركيا. لأكن معك انه حزب مش ارهابي، ماشي. انت بماذا تصف حزبا قال زعيمه عبد الله أوجلان في 2008 في شهر تموز 2008 تم تصفية 14,000 شخص داخل الحزب، مش في الصراع مع الأتراك، داخل الحزب. حزب، أنت شفت هذا الرقم المهول، 14,000 شخص تم قتل وتصفية داخل الحزب. هذا شو بتسميه؟ هذا بتسميه مقاومة؟ هذا بتسميه صراع داخلي؟ هذا إرهاب. هذا إرهاب، أنه أنت تلتهم أبنائك
كيف صفى؟ 14,000 هذا 14,000 شخص من عناصر حزب العمال الكردستاني تم تصفيتهم داخل الحزب. هذا مش كلامي، هذا ليش كلام عدد عبد الله العناصر؟ أوجلان. شو عدد العناصر الكلي؟ يعني 14,000 من قديش؟ من أصل قديش؟ يعني هذا من بده يكون بداية، عنده مليون لحتى يضحي ب 14,000. شوف هذا الحزب لما أي تنظيم، شو تعريفك للإرهاب؟ شو هو الإرهاب؟ لا، يعني أنا من البحث عن الإرهاب، شو متفق، هو السلوك الإرهابي؟ يعني 14,000 من أصل قديش؟ يعني أنا ما عم بطعن 14. بالرواية، لا لا، لكن عم انت بستوضح. ان شاء الله يكونوا من اصل 14 مليار. اني 14,000 روح كانوا عناصر منتسبه لهذا الحزب. لماذا تمت تصفيتهم؟ ان شاء الله يكونوا من اصل يعني 0.0000 ما بعرف شو، ما يشكلوا اي شيء، لكن هن 14,000 شخص. هذا اعتراف من عبد الله اوجلان. هذا واحد. اثنين، عبد الله اوجلان في تصريح صحفي في حوار صحفي مع كريس كوتشيراس الصحفي الفرنسي المختص بالشأن الكردي في روما، لما كان أوجلان في روما، شو عم يقول عن جميل بايك الذي يتولى الآن قيادة الحزب؟ أنت بتعرف جميل بايك؟ تعرفوه حاليا الموجود في جبال قنديل. هذا كلام أوجلان. لمين؟ لكريس كوتشيرا. شو بيقول أوجلان عن رفيقه، عن صديقه اللي يتولى قيادة الحزب حاليا؟ هذا الرجل قتل جرح الحزب. أنت شفت بحياتك حزب بيقتل الجرحى؟ إذا أنت عسكري أو خدمت جيش أو مطلع على القوانين، إذا أنت بتقتل جرح العدو، جرح العدو، فأنت ترتكب جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. طالما يعني جريح في قوانين، في اتفاقيات ناظمة تضمن حق الحياة والمعالجة للجرحى، جرح العدو مو جرحى حزبك. أنت قتلت وصفيت الجرحى تبع حزبك. مين هذا الذي يقود حزب العمال الكردستاني حاليا؟ من يقتل جرحاه، مش خصومه، مش أعدائه. شو بتسميه بالقاموس الأخلاقي القانوني السياسي؟ هذا شو بتسميه؟ مش إرهابي. طيب، في القامشلي أو في عامودة صار اعتصام، ناس قاعدين ناصبين خيمة ومطربين عن الطعام احتجاجا على سلوك الإدارة الذاتية الديمقراطية، أنه معتقلين بعض الشباب. أفرجوا عنهم. هذا من حق الناس أنه تعتصم سلميا ولا لا؟ تضرب عن الطعام وما بدها تاكل وناصبه خيم واعتصام. ما حدا حمل السلاح في وجه حزب العمال الكردستاني في عامودة. شو ساووا؟ هذا الحزب اللي ما مارس الإرهاب ويداه بيضاوان ناصعتان نصوع الثلج، راح استخدموا الدوشكا. أنت بتعرف دوشكا شو؟ مضاد طيران. قتلوا الناس في عامودة بالدوشكا، كم شهيد؟ بالدوشكا في مجزرة عامودة معروفة. واحد يقتل الناس المدنيين بالدوشكا. هذا كم طبعا شهيد سلوك بعمودة؟ إرهابي. يعني حزب العمال الكردستاني لم يعتذر لا عن قتله للجرحى تبعه، ولا عن قتله 14,000 شخص باعتراف أوجلان، لا عن قتله مجزرة عامودة في ظل الإدارة الذاتية الديمقراطية. حتى هذا الموضوع كمان على جنب. مش إرهاب. تركيا تمارس إرهاب دولة لا خلاف. مارست إرهاب الدولة 400 سنة على العرب. أبادت العلويين، أبادت الأرمن. نعم، هذا كلام صحيح، هذا كلام لا خلاف، ما بيختلف عليه يعني غير اثنين مجانين عقلاء ما بيختلفوا على هاي المعطيات والحقائق التاريخية في حق تركيا القديمة والحديثة. لا خلاف في هذا الخصوص. لكن نحن موضوعنا حزب العمال الكردستاني اللي مش إرهابي، مش إرهابي. انت سمعان بقصه بيت عبد الله بدرو، عائله عبد الله بدرو في القامشلي؟ بس مش أنا ممكن. سألت سؤال، كم شهيد بعمودة سقط؟ يمكن ما سمعت سؤالي. 6 أو 7. بمجزرة القتل، مجزرة 6 أو عمودة. 7. 6 أو 7. 6 أو 7 مدنيين. ويعني كتب فيها تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمات حقوقية وثقت هذا الموضوع، على أساس مظلوم عبد يضبط الموضوع ما طلع بيده بشيء. لأنه أصلا
يعني راح نجي ونحكي عن قسد وموضوع قسد ومظلوم. عم بحكي لك عن مفهوم الإرهاب. حزب لم يمارس الإرهاب في حق العرب، مخالفين أو المعترضين أو المنتقدين أو لكن مارسه في حق الأكراد داخل تركيا منذ النشأة من 78 79 80. العشرات المئات قتلوا برصاص حزب العمال الكردستاني، ومارس هذا العنف ضد أكراد العراق وضد أكراد سوريا. يعني هذا مش بس هيك، اللي صنفوا حزب العمال الكردستاني على الأراضي الأوروبية كمنظمة إرهابية. يعني حزب العمال الكردستاني أنت بتعرف أنه في فترة الثمانينات حزب العمال الكردستاني مارس الاغتيال، اغتال ناس قيادات منشقة مؤسسين. سمير تشاتين جونجر من مؤسسي حزب العمال الكردستاني اغتيل في السويد. رغم ذلك السويد لم تصنف حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. تم اغتيال عناصر في ألمانيا، في هولندا، في فرنسا، لكن أوروبا لم تتخذ موقفا واضحا واحدا موحدا. في الثمانينات حزب العمال الكردستاني كان شبه علني في أوروبا حتى مطلع التسعينات. بعدين الأوروبيين شاف أنه طفح الكيل فصنفوا حزب العمال الكردستاني كمنظمة إرهابية. هذه الأنظمة القانونية اللي تحكم هذه البلدان في الفضاء الأوروبي، يعني مع احترامي لكل المتابعين، مش بجم، مش انه ما بيفهموا هيك خبط لزق بيزجوا اسم حزب العمال الكردستاني في اللوائح الإرهابية كيفما اتفق وخبط عشواء. لا، حزب العمال الكردستاني منذ التسعينات وحتى الآن يحاول أن يزيل اسمه من لائحة المنظمات الإرهابية في أوروبا. يفشل. اطرح هذا السؤال على الحزب. شفنا فنلندا والسويد من فترة قريبة، يعني شفنا كيف اعتبرت فنلندا والسويد البككة والبايدة وقسد وإلى آخره، كيف اعتبرتها إرهابية. شفنا بأي طريقة، يعني مو نظرية ذاتية، مو أدلة من عند الدولة السويدية أو الفنلندية. كان في قضية انضمام هي الدول لحلف الناتو، وطبعا جمهورية تركيا عضو بحلف الناتو، وضمن القانون الداخلي للناتو إذا ما وافقت كل الدول ما بتنضم الدولة. وتركيا وضعت شرط على السويد وفنلندا انه بتعتبروا لنا هاي ارهاب لحتى نقول اوكي لدخولكم على الناتو. يا عزيزي يا هي استاذي السويد الفاضل، ابقى دوله باسكندنافيا. ايه شوف الناتو ب 52 صاير، وتركيا من مؤسسي حلف شمال الاطلسي، وحتى بعد الاتحاد الاوروبي. عم اقول لك بالثمانينات هل تركيا ودول الاتحاد الاوروبي قبل ما يصير الاتحاد الاوروبي ما كانوا في الناتو؟ كانوا في الناتو، ولكن مسموح لحزب العمال الكردستاني لانه حزب العمال الكردستاني طغى بعملياته واغتيال والتهديد والترهيب على الاراضي الاوروبيه. صار نقل ساحه الصراع مثل ما هلا صايره بروجافا، صارت ساحه الصراع المسلح. انت بتعرف شو سووا بالتسعينات؟ صاروا يهجموا بالمولوتوف على المؤسسات، البنوك، المؤسسات المدنية، على مكاتب السياحة، البنوك، الجمعيات، المنظمات، السيارات، ما خلوا شيء. بفترة التسعينات مطلع التسعينات الأوروبيين قالوا حاجة، فزجوا باسمها ليس ترضية. لو كانوا بدهم يراضوا الأتراك كانوا منذ الثمانينات حطوا حزب العمال الكردستاني بلائحة المنظمات الإرهابية. شوف هذا الدعاية الرسمية لإعلام حزب العمال الكردستاني، أنا كنت ضمن هذا الإعلام وبعرف كيف بيبرروا ويسوقوا هيك أمور. بمعنى حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، لكنه قام بتصفية 14,000 حتى 2008. من 2008 أنت فيك تعمل إحصاء قديش سوى. حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، لكن يجند الأحداث والقاصرات. ليس أنت بتعرف أنه تجنيد الأطفال جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. صحيح، جريمة حرب، و14,000 قتيل على قتيل كردي على من حزب العمال على يد قيادات حزب العمال. وهون بيجي السؤال، يعني أنا بتذكر أنا درست بجامعة حلب بسوريا، وكان في بتعرف بجامعة حلب عدد الأكراد كبير كونه منطقة عفرين وكوباني وهي قريبين على حلب وبيدرسوا بحلب. يعني الأكراد
لا تقترب من عبد الله أوجلان بأي كلمة تمس بالسوء. له شعبية، يعني 14,000 قتيل أكيد هدول إنهم عوائل، يعني إذا بدنا ناخذ هن وعوائلهم بعين الاعتبار فنحن بدنا نحكي بمئات ألوف الأكراد. معقولة مئات ألوف الأكراد يعني تكتموا عن جرائم هالحزب وضلش الحزب مكفى بشعبيته؟ ليش ما انقرض هالحزب؟ طيب آل البرزاني في كردستان عراق ما عملوا ربع هالجرائم اللي أنا موجودة أمامي، ومع ذلك في منتقدين وفي معارضين وفي هيك. طيب ليه حزب العمال شعبيته ما عم تتقلص؟ يعني بسوريا مين قال اليوم، لك شعبيته ما تتقلص؟ سوريا مين قال لك شعبيته ما نجموا تتقلص؟ البكيكي. مين قال لك؟ انت عندك احصائيات محايده، منظمات محايده اجرت احصائيات وارقام انه شعبيته ما تتقلص. مين قال؟ شوف هذا الخطاب، التعويل على الشعبيه والجماهيريه، انه نحن لو كنا هيك فالناس ليش عم يعني تمشي ورانا. هذا السؤال طرحته علي ليزا ماركوس، كاتبه وباحثه امريكيه ساوت كتاب عن حزب العمال الكردستاني. عنوان الكتاب العقيده والدم، تاريخ حزب العمال الكردستاني باللغه الانجليزيه. اذا بدك ببعث لك الرابط. فانا قلت انه انت عنونتي كتابك العقيده والدم وتاريخ حزب العمال الكردستاني وجاي تطرحي عليه هذا السؤال. فالمز بين انت لو انا الي عم فقد حياته في حزب العمال الكردستاني، انا تميت 20 سنه مع حزب العمال الكردستاني. عمتي كانت مقاتله ضمن صفوف حزب العمال الكردستاني 10 سنوات. نحن كنا من عوائل هذا الحزب، وانا بعرف تفاصيل هذا الحزب وبعرف تبريرات هذا الحزب، كيف بيبرروا القبائح والجرائم والفظائع تبعيتهم. التفويض الشعبي، هلا التفويض الشعبي موجود عند اردوغان كمان. هلا فيني اقول انه اردوغان مش مجرم حرب؟ لا، اردوغان مجرم حرب مع التفويض الشعبي، مع الدعم الشعبي له، لانه ارتكب فظائع في حق الاتراك قبل وفظائع في حق السوريين. هذا التفويض الشعبي. اذا بشار الاسد ايضا بيقول انه انا يعني اذا سوينا انتخابات راح اطلع، وممكن، بس هل يلغي التفويض الشعبي هذا انه مجرم مو مجرم حرب؟ انت بتعرف انه هتلر استلم السلطه بصناديق الاقتراع مش بانقلاب عسكري. كل الانظمه الدكتاتوريه بتعمل انتخابات واستفتاءات وبيطلعوا. يعني قضيه التفويض الشعبي والدعم الجماهيري والتأييد الجماهيري في كثير من الاعتبارات. ابرز هذه الاعتبارات اعتبارات الدم، انه انت تنكرت لدم عمك الشهيد او اخوك الشهيد او اختك الشهيده، وما بيصير هذا الكلام. ومن هالكلام العاطفي على الكلام الايديولوجي على الكلام الحماسي، ومن هذا المنطق الكل بيعرفوا بيتواصلوا معي يعني. لكن لا توجد هنالك خيارات اخرى. يعني انعدام الخيارات. حزب العمال كمان يقول اما انا انقذتكم من داعش فاعبدوني، خلاص يعني انا مولاكم وخلاص انتهى الموضوع. يعني بهذا المنطق، بمنطق انه والله الشعبيه. نانسي عجرم كمان عندها شعبيه. ما بيصير هيك. هذا مش كلام يعني. تحليل الواقع او التغطيه على واقع حزب العمال الكردستاني والكوارث والفظائع اللي ارتكبها. اذا بتجمع كل هالكوارث بعدين بتجي وبتحط ايدك على ضميرك وتجيب قواميس القانون الدولي، هل هذا حزب ارهابي ام لا؟ يعني الارهاب مش انه ما قتل عرب. مين قال ما قتل عرب؟ مين قال لك انه هذا؟ في امور انا ما كشفت عنها. راح الان بمناسبه هذا البث راح اكشف لك عن حادثه واحده فقط. يعني في احدى القرى الموجوده من قريبه من تل تمر وجبل كزوان، كان سيطر عليها داعش في فتره اشتداد الصراع. مقاتلين وحدات حمايه الشعب راحوا ودخلوا والقريه، وصار مواجهه وجها لوجه، حتى يعني تماس مباشر. هي معلومه موثقه عم قل لك اياها. ويعني سويعات والقريه تنظف من داعش.
يعني كترت يوم القرية ستنظف من كل عناصر داعش. مركز الإدارة والسيطرة في قسد عطوا إحداثيات هذه القرية للطيران الأمريكي. الشاب اللي قاعد على الكمبيوتر وبيقول للضابط، ما راح اذكر اسمه لانه راح يسمع هذا الفيديو وراح يعرف حاله، القيادي في قسد قال له اعطي الاحداثيات للامريكيين. الشاب قال لك رفاقنا مقاتلين موجودين في القريه، والاتصالات اللاسلكي عم تجينا والاخبار عم تجينا انه خلال يوم كترت باليوم راح تحسم العمليه. قال اعطي الاحداثيات ورفاقنا الذين راح يسقطوا في القصف نعلنهم شهداء، وما عليك يعني ما يكن لك فكر. انت فهمت المشهد كيف؟ يعني مش مشكله، يعني شهداء ارقام، رفاقنا فليقتلوا في القصف من شان شو؟ نعلنهم شهداء يعني وكذا. الضابط من شان شو؟ كيف؟ يعني من شان شو هو؟ من ش... الاحداثيات يعني الاسراع في عمليه الحسم، انه خلص الامريكيين يقصفون القريه ويسوونها بالارض بعناصر داعش بعناصر قسد، والكل بيروحوا عناصرنا في الجنه وعناصرهم في النار، هم فطايس ونحن شهداء. ومن هالمنطق ضحى بمقاتليه اللي يعني ما يعني الامور العسكريه مجريات المعركه كانت لصالحهم. شوف الاستهتار بارواح مقاتلي قسد من قبل قيادي بارز. هي جريمه حرب، هي جريمه حرب لن تسقط بالتقادم. سياتي اليوم ويفتح يعني ملفات هذه الجرائم اللي صارت في زمن قسد. أنا رايح بالحوار لعند قسد، رح أدخل فورا بالمحور، لكن قبل قسد خطر لي سؤال. إنه حزب العمال الكردستاني، يعني نحن عم نحكي عن جرائم هاي كلها أمور موثقة، ولا قيلا عن قال واتهامات وهي كلها موثقة في جهات دولية وثقت وأكدت وتبنت الشيء اللي حكيناه من شوي، ولا هي تخمينات أو حدا قال لي أو حدا من داخل الإدارة الذاتية وصل لي تسريبات أو هيك؟ لا مش شوف، حزب العمال الكردستاني موجود في القامشلي، ويدير الإدارة. هاي الإدارة مش ذاتية، هي يعني حتى الذاتية بين قوسين، لأنه مش أكراد سوريين يديرون أنفسهم. إن شاء الله كل فكرك أنه مظلوم عبدي هو اللي يدير نفسه، أو آلدار خليل، أو الواجهة اللي بتشوفها بالإعلام ومسد وما بعرف مين ورياض ضرار أبدا. حزب العمال الكردستاني عصب وعمود والعصا تبعيت هاي الإدارة الذاتية الديمقراطية كمان حتى بين 10,000 قوس. يعني حزب العمال الكردستاني الأمريكيين يعرفون قصد مشروع أمريكي بتمويل أمريكي، لكن تحت وصاية حزب العمال الكردستاني. مظلوم عبدي مجرد واجهة، وأنا ذكرت هذا الكلام ووثقته، والأمريكيين أيضا يعلمون ذلك. أصلا مظلوم عبدي محمي من قبل الأمريكيين، إذا رفعوا عنه الغطاء ما يعني حزب العمال الكردستاني بلحظات راح يشيلوه. وهو قيادي سابق في حزب العمال الكردستاني. مظلوم عبدي إذا بتحكي معه عربي ما بيعرف يحكي منيح، دارس 2 3 بجامعة حلب. ليش؟ لأنه تترك، انه يعني لا كرديته مثل عالم الناس، لا العربيه اللي كان يعني يجيدها بفتره الدراسه الجامعيه راحت. الان ما يعني ابتعد معه. انت يعني جلست وحاورت مظلوم عبدي، حاول ان تحاوره باللغه العربيه، اطلب منه ان يكتب لك نص مباشر باللغه العربيه، ما راح يطلع معه. تحت تاثير حزب العمال الكردستاني 25 30 سنه هو في حزب العمال الكردستاني، لكن الان هو مغضوب عليه. السوريين، النظام السوري يعلم انه حزب العمال الكردستاني موجود، طبعا يعلم، وبالتنسيق ومن تحت الطاوله ومن 2011. أستاذ مش الاتراك يعني
كيف؟ استاذ هوشانج، متى انتقل حزب البي كي كي، في حدا عم يسأل، إلى نظرية الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب؟ نحن ذكرنا بالبداية أنه العمال الكردستاني هو حزب قومي كردي، عم بيقول الأكراد لهم وطن قومي هو كردستان بأجزائه الأربعة. بعدين هلا نحن عم نسمع، أو من فترة نحن نسمع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب والفدراليات والكونفدرالية، ويعني شيء من هالقبيل. وصلت الفكرة، وصلت. مين اللي نقله؟ إمتى انتقل؟ هذا الطرح بدأ عندما بدأت الحوارات مع عبد الله أوجلان والتحقيقات مع عبد الله أوجلان في سجن إبرالي. أوجلان طرح على الحزب تبعه، حزب العمال الكردستاني، أن يحل نفسه، فحل الحزب نفسه في مؤتمره السابع. حل حزب العمال الكردستاني في سنة 2000 نفسه، واختار تسمية أخرى، سمى نفسه مؤتمر القومي الديمقراطي الكردستاني كاداك. بعدين سمى نفسه منظومة المجتمع الكردستاني كي سي كي أو كي جي كي، بالكردي كي جي كي، بالإنجليزي كي سي كي. ففي فترة الاعتقال الأتراك طلبوا من حزب العمال من أوجلان أنه اطلب من حزبك يحلوا نفسه، فحلوا نفسه. اطلب من حزبك يطالعوا مقاتلين خارج الحدود، طالع مقاتلين خارج الحدود وجمعهم في منطقة زاب وحفتانين وقنديل في كردستان العراق. اطرح مشاريع جديدة، مشاريع أيديولوجية جديدة، الأمة الديمقراطية، لا أمة كردية لا أمة تركية، شيء مزيج مشترك، الأمة الديمقراطية. طبعا يعني علم الاجتماع السياسي وعلم الأعراق والأجناس هي كلها فزلكات ما لها اساس يعني في هذا. الامه الديمقراطيه والجمهوريه، يعني الجمهوريه الوطنيه بيسميها الجمهوريه الديمقراطيه. اصلا حزب العمال الكردستاني بكل شيء يعني بيسمي لك القلم الديمقراطي، الجاكيت الديمقراطي، يعني الاسلام الديمقراطي، المسيحيه الديمقراطيه. وكلمه الديمقراطيه تتكرر كثيرا في الخطاب الاعلامي والايديولوجي والسياسي لحزب العمال الكردستاني، وهو بريء من الديمقراطيه. ما في حزب ديمقراطي يعني بيعدم 14 عنصر من عناصره، ما بتزبط هيك. يعني هذا الحزب يشبه كل شيء الا انه يشبه الديمقراطيه. فهذا المفهوم، مفهوم الدوله الديمقراطيه والامه الديمقراطيه، هو مطلب تركي من اوجلان تم تكريسه ويشيطن الدوله القوميه. يشيطن، يعني انا شفت ويشيطن انه الاكراد لهم حق في. طبعا اكرادنا السوريين انتقدوا عبد الله اوجلان في التسعينات في حوار مطول مع نبيل ملحم الصحفي السوري وصديق عزيز، يعني التقينا في دمشق وموجود حاليا في برلين. اوجلان في كتاب في الحوار مع نبيل ملحم ينفي وجود كردستان في تركيا، في سوريا، ينفي وجود شعب كردي في سوريا، ينفي وجود قضية كردية في سوريا. هذا مين؟ هذا عبد الله اوجلان. متى؟ في 96. وين؟ في دمشق. إذا هذا الرجل الحزب الثوري تنكر لوجود الأكراد جغرافيا وديموغرافيا وسياسيا قبل تصريحات برهان غليون والكثير من أقطاب المعارضة السورية اللي تتعامل مع هذا الملف الكردي تعامل عنصري. لكن نحن نسائل برهان غليون ونتعامل عن عبد الله اوجلان. نفس القصة موجودة أحيانا، أنه الكثير من الأخوة العرب يعني بيشوف الشوكة بعيون الثاني، بس ما بيشوف الوضع اللي عبد الله اوجلان فيه. رح روح على الكرد في سوريا. في عندي سردية هلا أنا رح أذكرها أمامك. خلينا بقسد هو أنا جاي على سوريا، جاي على سوريا وعلى قسد. هلا أنا داخل بصلب الموضوع، وقسد ومسد. يعني أنا كنت على فكرة مخصص لموضوع الكرد في تركيا أو بي كي كي وتركيا وقت أقل من هيك، لكن فعلا الحديث شيق والأسئلة كثيرة، وبنتشكر سعة صدرك أستاذ هوشانج. هلا رايح أنا إلى الكرد في سوريا.
بال 2004 تحرك الكرد ضد نظام الدكتاتور في سوريا، ما حدا وقف معهم. بال 2011 عندما تحركت درعا ودوما وحمص، وقف الأكراد يعني بكتلتهم الوازنة في الشوارع في القامشلي وعمودة، وتحولت عمودة إلى أيقونة ثقافية في الثورة السورية. تشكلت وحدات حماية الشعب. طبعا هذه بدنا نعرف كيف تشكلت، هلا جايين بالسؤال. شكلت وحدات حماية الشعب التزمت ضمن المدن الكردية أو ذات الغالبية الكردية بسوريا، ليفاجئوا الأكراد فيما بعد بهجوم للجيش السوري الحر على رأس العين بقيادة كان وقتها طبعا الجيش الحر عم يتعامل مع داعش كأخوة. أنا عندي فيديو عبد الجبار العقيدي أشهر ضباط الجيش السوري الحر بيقول ننسق مع الإخوة في داعش والإخوة في الدولة الإسلامية وكذا. هي هجوم رأس العين بالبداية. هجومات على مناطق عفرين ومناطق القامشلي، صار خذلان للكرد على الساحة السياسية. شفنا من مؤتمر أنطاليا المعارضة بغالبيتها محابة تسمع كلمة كرد أبداً. هون اجت وحدات حماية الشعب. حزب الاتحاد الديمقراطي بايدي كان حاضر على الأرض منذ البداية بكل شجاعة وحمل الهوية الكردية. ولولا بايدي ولولا قوات سوريا الديمقراطية فيما بعد لما بقي كرديا واحدا في سوريا. داعش كلنا بنتذكر الهجوم على كوباني، هذا الهجوم متفق عليه، وخصوصا من تركيا اللي كانت تسمح بتدفق الإرهابيين إلى سوريا. شو في بكوباني؟ قصر الشعب، وزارة الدفاع. رأينا داعش تدمر كوباني حجر بحجر. هجوم غير مبرر له إلا أنه هجوم على الكرد. لولا صمود بندقية حزب العمال، حزب الاتحاد الديمقراطي لا لا، أيدي، كملها حزب العمال الكردستاني، كملها حزب العمال لولا الكردستاني. صمود بندقية قسد ما ضل في أكراد بسوريا. وكانت داعش اللي عملته عند العرب كررته عند الأكراد، وكان المنطقة الشرقية عرب وكرد بخبر. كان المنطقة الشرقية أستاذ هوشان كل عمره النظام يتعامل معه إنه شوايا وكراد. يعني شو المنطقة؟ حسكي وقامشلي ودير الزور، شوايا وكراد وهي. اليوم شرق الفرات أعادت لها المنطقة بعربة وبكردة، أعادت لها الهيبة. اليوم نحن انت عم بتقول اول شيء، سؤالي لك ضمن كل هالسرديه، هل بايدي هو هذا كله كان مقدمة لسؤال. هلا انا جاي لاخذ منها المقدمه نقاط مع حضرتك. الاول، بايدي هو فعلا بككي نفسه، او حزب مثل ما حكى الاستاذ فراس قصاص معنا انه تاثر بفلسفه اوجلان، لكن هو ليس بككي فعلا بما يعني بكل ما في الكلمه من معنى. طيب بايدي هو بككي. طيب، راح اقبل السرديه الرسميه انه طبعا هذا كلام مش كلام فراس خصاص، هذا كلام البيدة يقول عن نفسه انه نحن تاثرنا بفكر القائد عبد الله اوجلان، ونحن لسنا يعني تنظيم او امتداد لحزب العمال الكردستاني. وهذا يعني اسمح لي اقول لك، يعني شو بدي لك اياها بالمشرمحي، كذب. ليش كذب؟ والبيدة بامكانهم يعني يضحكوا على فراس قصاص او على حضرتك او على اي شخص غير مطلع على التفاصيل. قرار تاسيس بيدة صدر من امرالي. عبد الله اوجلان عندما طالب بحل حزب العمال الكردستاني بالتوازي مع هذا المطلب، قال انصار حزب العمال الكردستاني خلي ياسسوا حزب، انصار حزب العمال الكردستاني العراقيين من اكراد العراق ياسسوا حزب، ومن أكراد إيران يأسسوا حزب. تأسس حزب البيدة كان في تحضيرات. أنا كنت قريب من الموضوع، يعني فراس يمكن وقتها ما كان صديق عزيز وجه له التحية، يعني ما يعني أنا كنت قريب من تفاصيل مرحلة التأسيس، تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي. عم أقول لك يعني كشاهد وكمعلومة وموثقة. يعني حزب العمال الكردستاني كوادر الحزب عملوا شوية اجتماعات في سوريا، في دمشق، في حلب، لحتى يأسسوا حزب داخل الأراضي السورية موالي لحزب العمال الكردستاني، ومنفذ لقرار أوجلان وقرار حزب العمال الكردستاني أن يكون هنالك فرع لحزب العمال الكردستاني في سوريا. كان هنالك ضغوطات أمنية، فحزب البيدة
ما راح على أربيل، كان بإمكانه يعمل المؤتمر التأسيسي في أربيل أو في الأراضي الأوروبية أو في أي مكان آخر، مثل حزب العمال الكردستاني. مؤتمرين من مؤتمرات حزب العمال الكردستاني، المؤتمر الثاني ب 82، المؤتمر الثالث ب 86 كان بسوريا، كان في ظل نظام البعث البندقية اللي عم تحكي عنها يعني. فحزب الاتحاد الديمقراطي وين المقدمة اللي أنت حكيت عنها؟ أين أسس هذا الحزب؟ أين المكان؟ وين؟ سؤال لحضرتك. ما عندي علم، انت اخبار ما البيضاء ما عندك. تأسس هذا الحزب بعرف بال تحت 2005 بندقية، البيضاء بال تحت 2005. تحت بندقية حزب العمال الكردستاني في المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني. وموفد حزب العمال الكردستاني في مؤتمر التأسيسي للبيدة كان عثمان أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان، هو اللي صاغ أو من ضمن اللي صاغ دستور الحزب والنظام الداخلي للحزب. بيقول لي نحن بس متأثرين؟ شو هذا الحكي؟ يعني هذا الحكي ربما ينطلي على يعني الناس او يمكن في راس عنده علم يعني بهالتفاصيل. مش بس هيك يعني، من الذي تولى قيادة هذا الحزب وبالتراتب ومين اجى ومين راح، كلها امور تعيين. ما في شغله اسمها انتخابات. انت اذا حزب العمال الكردستاني ما بيحترم، وجلان ما كان بيحترم اللجنه المركزيه، وجلان ما كان بيحترم الحزب كمؤسسه. تصور المؤتمر الرابع لحزب العمال الكردستاني انتخب اوجلان رئيسا، واوجلان رفض كل مقررات الحزب. تعرف ليش؟ بالتسعين لانه المؤتمر الرابع لحزب العمال الكردستاني طالب بالمكاشفه الماليه فيما يتعلق بالصادر والوارد وموارد حزب العمال الكردستاني، وجلان امتنع. هذا المؤتمر طالب بكشف العلاقات مع النظام السوري والنظام الإيراني، وجلان امتنع ورفض كل مقررات المؤتمر الرابع. هذا على مستوى حزب العمال الكردستاني. الرديف، الفرع، شو رح يطلع؟ كيف رح يطلع؟ شخصية مستقلة، إرادة مستقلة، حزب سوري أصيل؟ يستحيل. شوف الإعلام، راجع إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي، راح تشوفوا هذا إعلام حزب معارض لتركيا مش لنظام الأسد. الخطاب الإعلامي اللي عم يحكوه هذا من جهة يعني قضية أصالة حزب الاتحاد الديمقراطي أنه متأثر، هي كذوبة وخرافة. هن لما بيقولوها للأخوة العرب بيضحكوا بيعبوا، يعني أنه يعني كذبة كذبة يعني. وللأسف هاي الكذبة يرددها ويكررها يعني بعض الأخوة اللي بيصدقوا. طبعا هي عارية عن الصحة، والأدلة على ذلك بالأطنان بالأطنان. يعني حزب الاتحاد الديمقراطي يعني دكان سياسي يديره حزب العمال الكردستاني، دكان سياسي. روح على الإدارة الذاتية الديمقراطية كشخص عادي، كصحفي عادي، أو حاول أن تبعد، راح تلاحظ العناصر الكردية التركية في سلك التربية والتعليم، في سلك الطاقة، في أي مؤسسة خدمية أو سياسية أو إعلامية راح تلاحظ عنصر كردي تركي خلف الستار، في واجهة، في آلدار خليل، في مصدوم عبدي، لكن في خلف مصدوم عبدي قيادي كردي تركي هو الذي يقرر، بيده الحل والربط. انتم ان شاء الله كلكم مصدقين يعني صار لي 11 سنه انتقد هذه الاداره. انت شفت شي حدا من هاي الاداره اجى وبالدليل اجى وحاجج وناقش وضحد اللي انا بطرحه؟ ما أنا جاي من هالبيئة، المكان اللي عم يروح له في راس قصص أنا عفته وتركته لما رأيت فيه من كوارث، واعتذرت للشعب الكردي عن السنوات التي كنت فيها يوم من الأيام، يعني في يوم من الأيام مناصر ومدافع عن هذا الحزب. ألف مبروك على فراس وعلى درار وعلى الشباب الطيبة، يعني حزب الاتحاد الديمقراطي.
إذا بايدي الاتحاد الديمقراطي هو أحد أفرع حزب العمال الكردستاني. ومن شوي كنا عم نقول أوجلان كان في دمشق ولجأ إلى البعث وكان متفاهم مع نظامي إيران وسوريا وهيك. طيب كيف بايدي معارض؟ معارض كيف للشو؟ حزب معارض معارض؟ للأكراد هذا. معارض للأكراد، مش معارض للنظام السوري. مين قال لك؟ هلا أنت بس يعني من أنت شوي قلت لي المساجين، عدد المساجين من إيه البايدي. إيه شوف عدد المساجين، لأنه اتفاقية أضنا تفعلت ب 2002، لأنه نظام النظام السوري، نظام بشار الأسد، تحسنت علاقته مع أردوغان، فصار يعني في اتفاق مشترك بين الطرفين، اتفاق أضنا، فصار المؤيدين لحزب العمال الكردستاني يلاحقون. أنا كنت من أنصار مؤيدي حزب العمال الكردستاني. الأمن العسكري حقق معي وهددني، الأمن السياسي حقق معي وهددني، الأمن الجوي داهم بيتي بركن الدين، كان ناوي يعتقلني ب 2008. وكل هاي التفاصيل بيعرفوها آذار خليل وصالح مسلم وكل قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي لما كنت تحت طائلة الضغط والتحديد الأمني السوري. ليش؟ لأنه أنا كنت عم دافع عن هذا الحزب في صحيفة الحياة، في الصحافة العربية، في الإعلام الكردي وفي الإعلام العربي. لما كنت من أنصار هذا الحزب، كان الحزب ملاحق، الحزب، لكن ملاحقة هذا الحزب كان في إطار طلاق النظام السوري أو طرد النظام السوري لحزب العمال الكردستاني. يعني لما حزب العمال الكردستاني يكون غير مرغوب فيه من 2002 ل 2010 في سوريا، طبيعي الفرع كمان غير مرغوب فيه وملاحق. يعني عمليا مشان توضح الصورة لك أنه الاعتقالات اللي تمت في تلك الفترة كانت تفصيل على مسار استراتيجي، هو خلاص رمى النظام السوري ورقة حزب العمال الكردستاني، وبالتالي حزب الاتحاد الديمقراطي راح يكون تحصيل حاصل. إذا تغيرت المواقف وفينا نقول، وحكينا من شوي كيف كمان تم تغيير شوي من إيديولوجيا الحزب لما انتقلوا من كردستان والأكراد إلى الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب. طيب ما بتشوف أنه حاليا يعني في حدا بيقول أداء سياسي رائع ضمن حدود الممكن، طبعا ضمن ما يجري في المنطقة، دولة أنا أصلا أنا أنا نسيت أعرج على مقدمتك للسؤال، هي تسمح لي نفسها أرجع لها. إنه لولا بندقية هذا الحزب وأنا جاي عليك. يعني بس بس أنا لصيغ السؤال أنا بنفس السردية هي. إيه، بس انا رح ارد على المقدمه اللي انت قلتها، لانه فيها كثير من المغالطات. مش صحيح هذا الكلام، هو مش أنا صحيح جاي على الأسئلة، جاي على بندقيه حزب الأسئلة العمال بالنقاط. الكردستاني ما كان في عرب ولا اكراد وداعش كان. هذا الكلام يقل لي اياه واحد من انصار حزب العمال الكردستاني ممكن، بس انت شخص محايد، يعني انت يعني تتبنى سرديه هذا الحزب وتعمله توطئه وتقدمه لسؤالك. هذا غريب. يا استاذ هوشانك، اول شيء انا مقدم هون، انا من امبارح كان معي حدا مؤيد لحزب العمال كنت عم بساله اسئله تجريح بحزب العمال، يعني انا هذا دوري هون، جيب لك اسئله بعكس انت لحتى اخذ منك اكبر قدر ممكن من المعلومات. تفضل. كنا عند ايه الاداء السياسي للبايدي، بيقول لك حدا انه ضمن ظروف الممكن، في عنا بالشمال دولة بحجم تركيا لا يستهان فيها، حاطة كل ثقلها بسوريا لتغيير الديمغرافيا الكردية بالشمال السوري. ظهر تنظيم داعش، المعارضة السورية اللي صارت مضرب مثل بالفشل، حتى طالبان قالت لتركيا نحن ما لنا مثل المعارضة السورية. النظام السوري اللي يعني معروف تاريخه بالإجرام وبالإرهاب وباللاوطنية. ضمن كل هالظروف الصعبة استطاع بايدي الخروج بتركيبة قسد، فيما بعد الاستفادة من يعني من الظروف المتوفرة، تحديدا علاقته، بنى علاقة جيدة مع الولايات المتحدة وفي حماية هلا أمريكية لمنطقة شرق الفرات، يدير المنطقة. شوف شمال غرب سوريا ما في حتى محاكم، حتى شرطة ما في. بشرق الفرات هنالك شرطة، هنالك إدارة، هنالك محاكم. يعني أنا ما عم بحكي عن سويسرا، لكن بالنظر إلى ما حولها تجربة متقدمة. هلا بهالظروف هي، وخصوصا اليوم في عملية عسكرية أستاذ هوشانك،
ما فينا نقول إنه بدنا نخفض شوي الدوز على منطقة شرق الفرات لأنه في وضع عصيب؟ ألا ندين ببندقية البيادة وقسد يعني المدن الكردية، وحضرتك من كرد سوريا، لولا هالبندقية كانت فنيت من داعش وتركيا. تفضل أستاذ هوشنك. طبعا انا ما بتبنى هي السرديه، هي سرديه حزب العمال الكردستاني، ولولا بندقيه حزب العمال الكردستاني لما كان في اكراد في تركيا، هيك بيقولوا. لولا بندقيه حزب العمال الكردستاني تعرف كردستان العراق، اقليم كردستان العراق الفدرالي، تعرف شو بيقولوا؟ بيقولوا لولا بندقيه حزب العمال الكردستاني لما كان في اقليم فدرالي في كردستان العراق. بكره اذا صار شيء للاكراد السوري ايران وحققوا شويه مكاسب، راح يقولوا لولا بندقية حزب العمال الكردستاني لما حقق أكراد إيران ما حققوا. لولا بندقية حزب العمال الكردستاني لكان خلدون ما عنده يعني منبر إعلامي أو قناة إعلامية. لولا يا أستاذ خلدون، يا سيدي الفاضل، يعني صايرين يمنن أنت يا إدارة ذاتية ديمقراطية فزة عتيدة مجيدة، صيروا يعني شوي ويمننوا الناس على الهوى. الهوى الناس اللي تتنفسوا انه هون في هوى، ما في هوى في المناطق الثانيه. مقارنه مع السيء بالاسوء ما بتزبط. وضمن لما بينزركوا بالزاويه بيقولوا لك ضمن الممكن، وشوف انت الاماكن الثانيه، ولو لا انت كنت في خبر كانوا. ومن هالكلام هذا كلام استهلاكي لا علاقة له بالحق. التبرير يعني يا ريت بندقية قسد تكون بندقية قسد أصيلة. خلاص، في كفاءات قتالية كردية سورية، نعم في دعم أمريكي، نعم في كفاءات إدارية، نعم في. يا أخي أنت روح دير القامشلي من بدل أحد كوادر حزب العمال الكردستاني، والله أحب على قلبي أنت أو فراس قصاصي يروح يصير رئيس حكومة الكانتون، ويكون حقيقي صاحب صلاحيات، صاحب قدرة. لما يعني بنت قاصر يختطفها أحد يروح يتدخل ويكون صاحب قرار. أنا أتمنى أنه صالح مسلم يكون فعلا زعيم حزب، فعلا ممتلك أدوات إدارة هذا الحزب بمعزل عن الإملاء والوصاية لحزب العمال الكردستاني. أصل خلافي معه هون شو؟ الخلاف هو أنه يحسوا شوي بحالهم، يكون لهم إرادة، يكون لهم شخصية. تعرف شو اتهموني؟ أنه أنت تريد تمزيق تنظيمات، أنا بالنسبة لهم شخص انفصالي يريد فصل تركيا عن حزب العمال الكردستاني. هي وجهة نظر، طبعا عميل وخائن ومن هالقصص وداعش وكل ما يخطر على بالك من شتائم. كل ما أريده أن يكون فعلا قسد قوات سوريا الديمقراطية، فعلا هنالك إدارة ذاتية ديمقراطية حقيقية. أنت فيك تسائل، تجيب ضيوف وتسألهم عن يعني العوائد البترول. هي 11 سنة النظام السوري كان يخفي عنا عوائد البترول وين بتروح، ما بتدخل في العملية التنموية بالبلد. والشعب السوري قبل 2011 كان تحت خط الفقر. الآن 11 سنة هذا البترول لوين بيروح؟ عوائد البترول انت روح القامشلي شوف الوضع المزري. والله وضعنا احسن من عفرين او من حلب او من ادلب او كذا. البترول لوين بيروح؟ بيفوت لميزانيه حزب تركي. انت بتعرف انه البترول ابو عمشه السياره تبعيته، هذا البترول اللي بيشغل سياره ابو عمشه والعمشات والحمزات المحتلين والجولاني، هو بترول بيروح من قسد لهنيك. في علاقه بين تجاريه ما بين قسد وتبادل القضايا والمسائل هيكله. مش انا اللي ببعث بترول روجافا للجولاني وللحمزات وللعمشات وللزفتات، مش انا. إدارة صالح مسلم ونواف خليل وآلدار خليل وريدور خليل وكل شيء خليل، هدلون اللي بيمونوا التنظيمات اللي هنيك بالبترول وبالكت. عوائد الاقتصادية أنت بتعرف 10 سنين لو هي فعلا إدارة ذاتية وديمقراطية وبتحترم
مفهوم الإدارة ومفهوم الذاتية ومفهوم الديمقراطية، وبتحترم مكونات الشعب السوري العايشين في منطقة الجزيرة أو روجافا، لكن شفت شوية تنمية بهذه المنطقة. يا زلمة أنت شفت بحياتك الآن في هجوم وبدنا نخفض النقد شوي؟ لا، وجود بندقية حزب العمال الكردستاني أكبر مبرر للخراب في روجافا، مثل ما كان خراب في رأس العين ومثل ما كان خراب في عفرين راح يصير خراب في القامشلي. يعني هلا إذا صار هزة أرضية خفيفة في القامشلي، بتعرف البيوت راح تنهار، لأنه عاملين أنفاق تحت المستشفيات، أنفاق تحت مدارس الأطفال، أنفاق. هلا إذا الأتراك قصفوا شي مدرسة لأنه تحت مقر عسكري، نفق عسكري، راح يطلع لك اعلام حزب العمال الكردستاني يقول لك يقتلون الاطفال. نعم يقتلون الاطفال، لكن من جعل من مدرسه الاطفال هدفا عسكريا؟ هون فينا نحكي، بينطبق هذا على هذا الجيش في الحر؟ وجع. بينطبق الكلام على الجيش الحر؟ بينطبق هذا الكلام على الجيش الحر كمان؟ حفر أنفاق بدوما وتحت المدارس وراحوا مدنيين وراحوا وتحامى بالمد. أزفت. أنا مش يعني أنا مش بين خيارين، يا إما الجيش الحر أو قسد، يا إما داعش مش قسد، حزب العمال الكردستاني، يا إما يعني أنا أنا مش قضية إنه خلاص كردي لازم أتعصب على قسد أو لحزب العمال الكردستاني وشو ما سوى بالأكراد أو شو ما سوى بالعرب. أنا ماني هيك، أنا ماني هيك. يعني أنا همي إنه بالفعل القصد تكون وطنيه، انه ما يخدعوا رياض ضرار، حرام يعني، ما يخدعوا فراس قصاص، ما يخدعوا خلدون بهالكلام المعسول ونحن وساوينا وشوف الخيارات وشوف البدائل وشوف الاماكن الثانيه وضمن السقف الممكن. شو ضمن السقف؟ الامكانات التي توفرت لقسد ولبيدة وللاداره الذاتيه ما توفرت لحدا، من تمويل اجاهم من الامارات، من السعوديه، من الامريكيين، من موارد المنطقه، من موارد المنطقه يا خلدون. وشوف حال الناس وشوف وهذا وضع الناس وشوف وهذا مشاكل. السؤال بيطرح نفسه هون، انه بايدة نحن قلنا من شوي انه بايدة هي من البككي، بل هي يعني فرع اصيل من بككي، وبككي موضوع على قوائم الارهاب لدى الولايات المتحدة الامريكيه، عدد كبير من دول الاتحاد الاوروبي وتركيا. طيب كيف بايدة، كيف بنحطه على قائمة الإرهاب وبعد شوي بنشوف أمريكا وحلفاء أمريكا عم يدعموا سوريا الديمقراطية عسكريا وسياسيا ودبلوماسيا وكل أشكال الدعم؟ شوف قسد اصلا كان مشروع امريكي لفصل بيادة عن حزب العمال الكردستاني. يعني بعطيك معلومه، يعني مش لفصل يعني دعم العنصر العربي، العنصر السرياني، هالتفاصيل. لكن هذا المشروع يلفظ انفاسه، والان مظلوم عبدي مجرد واجهه، يعني من ضمن الحزب، حزب العمال الكردستاني مخون في الاجتماعات الضيقه الحزبيه، يخون مظلوم عبدي. مثل ما قلت لك الامريكيين يعني في يوم من الايام دعموا التنظيمات الجهاديه في افغانستان ضد الاتحاد السوفيتي السابق، هذه مساله معروفه. اسرائيل اسست حماس ضد ياسر عرفات ومنظمه التحرير الفلسطينيه. هذا في المصالح، يعني الامور السريه، مصلحه الدوله العليا، مصلحه الامريكيين تقتضي، بيعرفوا انه هون في حزب العمال الكردستاني. لكن لكي يلتف الامريكيون على بعض الامور القانونيه والمسائل، حاولوا فصل بيدة وقسد والاداره الذاتيه عن حزب العمال الكردستاني. نفس المطالب اللي انا أقولها وأطالب بها وأنتقد هذه الإدارة على هذه العلل والمثالب والمشاكل، نفس الموضوع. لكن هل نجحت انتقاداتي؟ لا. هل نجحت مساعي الأمريكيين؟ لا. لكن هنالك قضايا أمنية حساسة عالقة. ما زال موضوع داعش على الطاولة، ما زال سجناء داعش، مخيمات داعش على الطاولة. وبالتالي الأمريكيين إن شاء الله كل فكرة كثير مبدئيين في التعامل، لا بيعرفوا أنه هذا التمويل بشكل أو بآخر يتحكم فيه حزب العمال الكردستاني، والسلاح وكثير من التفاصيل. بمعنى
ما يظهر في الشاشات يعني شيء محير. كيف مثلا حزب العمال مصنف إرهابي وقياداته وزارة الخزانة الأمريكية أدرجتهم على يعني المطلوبين، لائحة المطلوبين، وبيروحوا وبيقعدوا وبيتواصلوا هلا النظام السوري ما بيقول عن الأكراد انفصاليين كذا، بس في علاقات مع حزب العمال الكردستاني. صبري أوك مسؤول المخابرات الموجود في روجافا في حزب العمال الكردستاني بيقعد مع علي مملوك، وصبري أوك بيقعد معها كان فيدان. من تحت لتحت الضحايا يعني البسطاء يا خلدون، من المخدوعين بالجيش الحر، من المخدوعين بداعش، المخدوعين بالبكك. كل هذه البنادق إسلامية ويسارية هي بنادق تحت الطلب. هذه أنا تأكدت منها متأخرا يعني، وأحاول. أنا ليش انت ما اتصلت مع قيادات من الاداره الذاتيه وبيدوا انه في ضيف هوشنكوسي تعالوا تواجهوا؟ حدا منهم قبل؟ حدا منهم رضى؟ لا اجب نعم ام لا. لا. وبهالمناسبة بدي أذكر إنه الأستاذ فراس قصاص والأستاذ رياض درار على المتابعة، وطبعا لهم حق الرد إذا بحبوا يجروا مداخلة، أكيد هذا الأمر متاح. في المحامي السوري جمال لحظه خليني اكمل لك. خليني اكمل لك. يعني هذول الموجودين في الواجهه الاعلاميه في الاداره الذاتيه الديمقراطيه، فراس يعني شخص انا بعرفه، يعني مش فاعل ومؤثر في الاداره الذاتيه دي، مش صاحب قرار، ولا رياض ضرار كمان. للاسف حزب العمال الكردستاني يستخدمونهم واجهه. لما بتيجي بتسالهم عن عربي يقولوا هاي فراس عربي، هاي درار عربي، رئيس مسد المكون العربي موجود. من باب البروباغندا والاستهلاك، من باب الاستثمار. لكن القيادات الفاعله او المعروفه، آلدر خليل قل له نعمل مناظره بينك وبين هوشنكوسي اذا رضى، او اي مسؤول مهم او بارز من الاداره الذاتيه، ومش بس انه أكراد ومن حزب العمال الكردستاني. اهلا وسهلا، ما بيرضوا مع الاتراك، بيرضوا اتاجان وما بعرف مين وكذا، بيدخلوا في حوارات. بس مع هوشنك الكردي اللي كان معهم 20 سنه بيرفضوا. ليش بيرفضوا؟ لانه ما في حجه، ما في برهان، ما في دليل، ما في منطق للمحاججه. هذا هو السبب. تفضل أوكي. كمل. في المحامي السوري جمال عبد الرحمن كتب سؤال للأستاذ هوشانك المحترم: كيف يمكن زيادة الوعي عند الكرد السوريين حول تاريخ هذا الحزب التركي؟ أم الرواتب المالية للمنضوين تحت علم بكك هي من تتحدث مثل الجيش الوطني وتبعيته لتركيا ورواتبه التركية؟ إذا كيف يمكن زيادة الوعي عند الكرد السوريين؟ لاحظ أنه بكك له سوق، يعني واضح أنه حتى سؤال الأستاذ عبد الرحمن أنه بكك له شارع بين الكرد في سوريا، طبعا له طبعا شعبية. حكينا في هذا الموضوع، لانه موضوع فيه تورط عاطفي، فيه تورط دم، في يعني مثلا حتى يعني شوف يعني اذا واحد علوي انشق على النظام، ضابط او عنصر او انسان عادي، يعتبروه خائن للمله، للطائفه، ما بيعتبروه شخص وطني. اذا واحد انشق مثلا عن الاسلاميين بيعتبروه خائن لاهل السنه والجماعه، ومهدور دمه، ويقام عليه الحد، ويحاكم محاكمه عادله ويعدم. هل منطق هذا؟ انت بتعرف وشنقوسي لو كان هنيك شو كانوا يسووا بوشنقوسي مثلا؟ يعني خائن. حزب العمال الكردستاني في الموقع الرسمي تبعه وموقع الامني لكولين كاتب مقال طويل عريض يخون في حزب العمال وشنقوسي ككاتب خان القضيه وعميل للاستخبارات التركيه. يا صديقي، الاستخبارات التركية تحمي عبد الله أوجلان في سجنه. أنت اطلب من أنصار حزب العمال الكردستاني كشف بيان المصروفات لسجن عبد الله أوجلان. قديش صار له 22 سنة
بهذا السجن لم يتعلم اللغة الكردية، هو ما بيعرف يكتب كردي، أنت بتعرف هذا الشيء؟ ما بيعرف يقرأ كردي. عبد الله أوجلان القائد القومي الكردي فيه، لأن قبل ما كان يعني مو فاضي يدير ثورة، لكن صار له 22 سنة بالسجن، ما علم، ما طلعت ورقة هالقد من تحت إيده باللغة الكردية. يعني كل هالتفاصيل. وسأقول لك شيء آخر. دولة تركيا غير جادة في تصفية حزب العمال الكردستاني، هذا كله حكي فاضي. الدولة التي نجحت في أخذ عبد الله أوجلان من نيروبي، من كينيا عاصمتها نيروبي، وقبل ب 99 اعتقلت أوجلان. لماذا تعجز هذه الدولة عن اعتقال صبري أوك وهو عم يمشي في القامشلي وبيروح على دمشق وكذا وبيروح وبيجي؟ لماذا الدولة التركية عاجزة عن اعتقال صبري أوك، مراد قرائلان، جميل بايك، دوران كلكان، ورؤوس حزب العمال الكردستاني؟ لماذا المسيرات تجي تستهدف ريزان قلو، آخر استهداف أتمنى له الشفاء العاجل يعني، وتستهدف يوسف قلو في القامشلي، ولا تستهدف صبري أوك والقيادات الاستراتيجية البارزة؟ يعني أعين تركيا الراصدة بتشوف العناصر الصغيرة وما بتشوف الرؤوس الكبيرة. مش صحيح هذا الكلام. المبرر الاستراتيجي، يعني أنت إذا استيقظت غدا وشفت أنه حزب العمال الكردستاني تبخر، ماذا سيكون مبرر الدولة التركية لاحتلال عفرين، لاحتلال القامشلي، لاحتلال أماكن أخرى من كردستان العراق؟ هل هنالك مبرر آخر؟ إذا اختفى هذا المبرر، إذا اختفى حزب العمال من الوجود، الأتراك بالشو رح يتحججوا؟ عطفا على ذلك، الأكراد غير جادين. قبل ساعة ونص تقريبا أو ساعتين بالبي بي سي العربية، بيتدخلوا بدون انت سألتني ايه بيتدخلوا بليبيا؟ في اوجلان، في حزب العمال، اذربيجان فيها اوجلان وحزب العمال. إيه بس في ايران في حزب العمال من سنة 80. انت شفت شيء مسؤول تركي استدعى مسؤول ايراني وقدم احتجاج للايرانيين وانتم ليش تدعموا حزب العمال الكردستاني؟ نحن نرفض ذلك، مثل ما ساووا مع نظام حافظ الاسد، مثل ما بيساووا الان مع القامشلي ومع عفرين. هذا الكلام انا قلته على البي بي سي العربيه قبل ساعه ونص للضيف التركي اللي كان يعني يدافع عن وجهه النظر التركيه. الاتراك غير جادين، لانه حزب العمال الكردستاني موجود في ارمينيا. هل حشدت تركيا قواتها على الحدود الارمينيه بحجه وجود حزب العمال الكردستاني ودعم حزب العمال الكردستاني؟ حزب العمال الكردستاني موجود في اليونان وفي بلغاريا وفي قبرص، مش بس في سوريا. هذا الحزب موجود، لكن الحجة التركية هل هي حجة حقيقية؟ نعم حجة حقيقية، لكن كلامه حق يراد به باطل، لأنه لو هذا الكلام صحيح لازم تركيا تجتاح كل الدول المحيطة بها بنفس الحجة، حجة وجود حزب العمال الكردستاني. هي حجة حقيقية، نعم حجة حقيقية، لكن التوظيف شرعي؟ لا، مش شرعي ومش حقيقي. لذلك حزب العمال الكردستاني يؤمن الذريعة والحجة الدامغة للأتراك ويوفر لهم حماية الحدود والحفاظ على الأمن القومي، من هذا الكلام المتداول في الإعلام العربي والإعلام التركي. حجة حزب العمال الكردستاني هو السلاح التركي، وحجة تركيا أيضا سلاح حزب العمال الكردستاني، وبين هذا التصارع والتراشق الأبرياء بيروحوا، الناس البسطاء بيروحوا. على سيرة بس لنختم موضوع بايدي وبيكيكي والارتباط بمقاتلين أجانب أو مقاتلي استعانة سوريا الديمقراطية بمقاتلين بهافالات هم بيكيكي من جبال قنديل ومن مناطق ثانية. الإعلامي السوري سمير متيني أعلن عن مبادرة سماها مبادرة الإنقاذ الوطني،
مبادرة بتخص القوى السياسية السورية تحديدا مسد والائتلاف الوطني. هالمبادرة نصت على أنه يكون في تهدئة بين الطرفين، ما نشوف حروب بين قسد والجيش الوطني. النقطة الثانية في المبادرة أنه تلتزم قسد بإخراج القوات الأجنبية الموجودة بسوريا، قوات أو عناصر، ويلتزم الائتلاف أو الجيش الوطني أيضا بإخراج الجهاديين الأجانب من المنطقة. والمبادرة هذه لاقت تجاوب من مسد فقط، وأعلنت على صفحتها الرسمية أنها تقبل بهي المبادرة، في حين صمت الائتلاف وصمتت المعارضة السورية. وكان الجواب من عند المعارضة أنه نحن رح نتحالف مع التركي وغير التركي، وبعد عفرين في كوباني، كان هذا الرد. طيب الجماعة عم بيقولوا يعني جاهزين للتغيير، عندهم فلكسبيليتيت، يعني عندهم مرونة كافية لأنه يمشوا الحال يعني، وما يكونوا حجر عثرة بوجه استقرار وأمان المنطقة اللي بعيدة يعني خارج سيطرة بشار. طيب ليش ما بنتبع الحل الحوار؟ ليش نحن والله كل أخطاء الدنيا، وهلأ بهالفترة العصيبة هي اللي عم تتعرض فيها سوريا لحملة تركية، نروح بقى ننكش بالتاريخ؟ ليش ما نكون نحن عمليين كمان؟ تفضل أستاذ هوشنك. شوف، عملية إذا بدك تفهم الراهن لا مناص بالعودة في التاريخ. إذا بتروح على يعني في أي شيء، في علم السياسة، في علم الاجتماع، أي مفهوم، أي موضوع، أي إشكال في له جذر تاريخي. ما أنت حكيت على الجذر التاريخي في بداية الحوار، فأنا مضطر لتوضيح العلاقة أتحدث عن مش راهن العلاقة، كمان تاريخ العلاقة مع النظام السوري، حقيقة وجود حزب العمال الكردستاني. شوف هذول مش مقاتلين أجانب، هذول مش مقاتلين. حزب العمال الكردستاني اجوا من الجبل وساووا وحدات حماية الشعب. قلت لك الأمريكيين حاولوا يوسعوا البيكار شوي ويحيدوا الإدارة والسلطة عن حزب العمال الكردستاني مشان مصلحتهم، مشان مصلحة الأمريكيين، لأنه حزب العمال على قائمة الإرهاب، يعني قضايا قانونية وقضايا شائكة وقضايا أمنية مع الأتراك ومع الناتو في كثير من هالتفاصيل، فساووا هذا التكوين. هذول مش مقاتلين أجانب، هذول أوصياء، هذول أوصياء على قسد. حزب العمال الكردستاني بحياته من بدء العمل المسلح في 84 وحتى الآن ما بيعرف شيء حرب الجبهات، ما بيعرف شيء اسمه حرب الجبهات. مظلوم عبدي ما خدم الجيش السوري ولا هو جنرال، بيحكوا عنه جنرال راح من يعني من أين أتت هذه الصفة الجنرال؟ ما بعرف. يعني هي صفة عسكرية تراتبية خاضعة للخبرة للتجربة لكل هالتفاصيل. على العموم جنرال جنرال مش مشكل، مش مشكل يعني. فمظلوم عبدي لم يدر حرب جبهات، كان ضمن حزب العمال الكردستاني يدير حرب عصابات ضد جيش يمارس حرب الجبهات، جيش نظامي والجيش التركي. فبالتالي ما عنده هي الخبرة على مواجهة الجيوش النظامية بجيش نظامي أيا يكن، أيا يكن من الأمر. الآن في قسد، في قوات. طيب لماذا حزب العمال الكردستاني ما يترك قسد؟ في يعني كثير حريص على قسد، كثير حريص حزب العمال الكردستاني انه اذا طلعنا راح ينهار قسد، او تنهار الاداره الذاتيه الديمقراطيه، او مثلا بدون حزب العمال الكردستاني فراس قصاص ورياض درار مشلولين الايدي ما بيعرفوا يديروا الامور. مش صحيح، مش صحيح. حزب العمال الكردستاني الان عبء شديد على قسد ومبرر قوي للاتراك. خليه ينسبح. شوف، لما اعتقل عبد الله اوجلان الاتراك تربوا منه، سحب كل القوات خارج الحدود من الاراضي التركيه، والتزم الحزب وسحب كل قواته وركزهم في جبال قنديل. هاي حادثه معروفه في تاريخ حزب العمال الكردستاني، ما بعرف اذا حضرتك مطلع عليها او لا. بسنه 2000 بامر من اوجلان آلاف مقاتلي حزب العمال الكردستاني من كردستان تركيا، من المدن التركية انسحبوا. اللي رفض الانسحاب انقتل برصاص حزب العمال الكردستاني.
الكل استجاب لمطلب عبد الله أوجلان، لمطلب وقتها يعني كردستان تركيا لم تكن فيها خطر، لم تكن في خطر. طيب لماذا الآن قصد يعني حزب العمال لا يسحب مقاتليه ويروح على الجبال، ما بيروح على كردستان تركيا، لا يروح على يروح على جبال قنديل ويجنب المنطقة. لماذا لما لحظة أوجلان في الكثير من كتبه وتصريحاته يقول بالحرف بعظمة لسانه، يقول أنا جنبت حافظ الأسد والنظام السوري حرب مدمرة في 98. إذا بتتذكر 98 لما الجيش التركي حشد قواته على الحدود السورية وهدد حافظ الأسد بالحرب والوصول إلى دمشق إذا أوجلان ما بيطلع. أوجلان يقول أنا طلعت. إذا حزب العمال الكردستاني السبب. أوجلان طلع وجنب نظام الأسد حرب مدمرة. طيب ليش ما تجنبوا القامشلي؟ مو حرام عليكم تحفروا أنفاق تحت الأمور الخدمية متيني الإعلامي الكردي الفز حاكي عن الأنفاق التي تهدد حياة المدنيين في القامشلي، حاكي عن الكوارث اللي بتسويها هاي الإدارة الذاتية الديمقراطية. في يوم من الأيام متيني كان يتواصل معي لما كان يعني محسوب على الائتلاف والمعارضة السورية وينتقد حزب الاتحاد الديمقراطي وينتقد حزب العمال الكردستاني. أي مبادرة يعني ما ستقبل، لأنه فيها شرط تعجيزي، لأنه الفصائل والائتلاف رابطين مصير بمصير التركي، بالجندي التركي، بالجندرمة التركي، وكأنه يعني بدون الجندرمة التركي لا يمكن أن يعيشوا. نفس صالح مسلم وآل خليل رابط مصيره بحزب العمال الكردستاني، بجميل بايك، بصبري أوك. ما في يعني يحس على حاله انه خلاص صار له 30 40 سنه ضمن هذا التنظيم. حزب العمال الكردستاني مدين لأكراد سوريا. نرجع على البندقية، لولا كرد سوريا لما كان في شيء اسمه حزب العمال الكردستاني. أنت بتعرف هذا الشيء؟ من 80 وحتى هذه اللحظة موارد البشرية والموارد الطبيعية الموجودة في المناطق الكردية السورية كانت تدير طاحونة حزب العمال الكردستانية العسكرية والاقتصادية والأمنية والسياسية. بتعرف هذا الشيء؟ بيقولوا لي لولا بندقية حزب العمال الكردستاني لكانت داعش ما بعرف شو. مش صحيح هذا الكلام. الأكراد في سوريا وفي تركيا وفي أي مكان موجودون قبل حزب العمال الكردستاني. سمير متيني هو كردي قبل حزب العمال الكردستاني وبعد حزب العمال الكردستاني. مش حزب العمال الكردستاني اللي سوانا أكراد. مش صحيح. ولا هو يعني المسؤول عن وجود قضية كردية في فشل. أصلا فشل هذا الحزب فشل في تركيا. بدك إياه ينجح في سوريا؟ وين النجاحات اللي حققها؟ موضوع داعش لولا تدخل التحالف الدولي. بتعرف يعني مش حزب العمال الكردستاني هزم في عفرين، راح ينتصر في كوباني. هرب من عفرين. انت بتعرف تصريح عبد الله أوجلان شو كان بيقول؟ رسميا هذا زعيم الحزب، زعيم تلك البندقية التي تمدحها. شو قال؟ قال أتمنى أن تفهم حساسيات تركيا في الشمال السوري. بعدها بكم يوم الحزب انسحب من عفرين واستلمها مرتزقة أردوغان وفصائله التكفيرية الجهادية الإرهابية. انسحاب تم بأمر من أوجلان. هذه التفاصيل قد تكون صادمة، قد تكون مؤلمة، قد تكون غير مقنعة للبعض، لكن فيها جانب كثير من الصحة والحقيقة. والبينة على المعترض. اللي بيعترض خلي يجي وهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. خلوا يجي. جاءت دعوتك لقيادات قسد لإجراء مناظرة. قبل ما أختم في سؤال من المحامية السورية رشا الأحدب، عم تقول تحية للأستاذ هوشنك المحترم. في ظل هذه الفوضى الكبيرة سياسيا وعسكريا
تركيا تحاول إرجاع العلاقات مع النظام، وقصد تطلب من النظام الوقوف معها ضد الاعتداء التركي. ويوجد عدد جيد من الكرد يؤيدون بكيكي ويرفضون إطلاق صفة الإرهاب عليه، وقيادات قسد إعلاميا تقول أنه لا يوجد لعناصر بكيكي في صفوفها. وتركيا وبعض الكرد يؤكدون اختراق صفوف بكيكي لقسد، بل البعض يدعي أن قيادات قسد تأخذ أوامرها من قنديل وأمريكا فقط. والمعارضة التي في مراكز الائتلاف في تركيا تخضع لتركيا في تحركاتهم، وتنظيم الإخوان المسلمين مهيمن، والمعارضة للمعارضة الحالية لا حول لها ولا قوة وليست في مراكز قرار. وأمريكا تضع بيكيكي على قوائم الإرهاب ولكنها تدعم قسد. ومعظم المعارضة الحالية إلا من رحم ربي ترفض إدخال مسد في المفاوضات في جنيف وغيرها. في ظل هذه الفوضى الكبيرة عسكريا وسياسيا، كيف نستطيع تطبيق قرار مجلس الأمن 2254 ونحن نعلم أن الحرب في أوكرانيا الآن وهنالك توتر بين روسيا وأمريكا؟ إذا السؤال عن تطبيق القرار 2254 بظل هالفوضى سمتها الأستاذة رشا الأحدب فوضى عارمة. تحية للأستاذة رشا في كلامها، يعني الكثير من الصحة والدقة والتحليل. في تقديري الحل بسيط وحل سريع وحل سلس إن توفرت الإرادة. حزب العمال الكردستاني ينسحب من تلك المنطقة تحت رقابة، يعني يكون هنالك مراقبين، ويكون انسحاب حقيقي، يكون في رقابة من منظمات حقوقية معنية أو منظمات إنسانية أو منظمات محايدة، فليكون الروس، لكن يكون فعلا متابعة حقيقية أنه هاي العناصر الموجودة في الإدارة وفي قسد كلهم ينسحبوا. الأمريكيين طلبوا هذا تصريح مظلوم عبده لمركز الأزمات الدولية، 3000 عنصر كردي تركي إيراني عراقي كانوا موجودين. الأمريكيين طالبوا بترحيلهم إلى اللي بدهم إياه، يعني إلى قنديل، إلى وين ما بدهم إياه. هل حزب العمال الكردستاني قادر لكي يجنب المنطقة؟ قادر أنه نعم إذا توفرت الإرادة. طبعا حزب العمال الكردستاني يقف خلفه الإيرانيون يعبثون في الواقع السوري طولا وعرضا، وصلوا للتفصيل الكردي والآن يعبثون بالتفصيل الكردي عبر حزب العمال الكردستاني. حقيقة بمنتهى الصدق وبمنتهى الألم وبمنتهى الدقة أقول مشكلتنا يعني هي حزب العمال الكردستاني اللي بيقدم خدمات بالمجان للنظام السوري وللنظام التركي، ويعني لفترة من الفترات للأمريكيين، بهدف أن الأمريكيين يمسحوا حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب. فشلوا في ذلك. الآن الحل بسيط كما ذكرت. هل هنالك بالفعل إرادة صادقة وجادة داخل قسد أنه تفك ارتباطها من حزب العمال الكردستاني؟ خلاص، الله يعطيكم العافية، ساعدتونا لهفالات مثل ما أنت قلت، الخدمات والاستشارات يعني على أساس عبقرية قتالية عسكرية لا تضاهى. حرب حسابات ربما ممكن، يعني حرب عصابات في الاماكن الجبليه الوعره، لكن في القامشلي شو راح تساوي حرب عصابات؟ عاملين شبكه انفاق مهوله وبيستوردوا الحديد والاسمنت لهي الانفاق من تركيا، انت بتعرف هذا الشيء، وبيصدروا البترول السوري الكردي تبع رميلان لتركيا عبر كردستان للعراق عن طريق شبكات. انت بتعرف هذا الشيء. هذا البترول بترولي وبترولك بيروح للاتراك، بيصير نار وحديد ورصاص ويرتد لصدورنا ونحورنا. يرضي مين هذا الكلام؟ يرضي مين هذا الواقع؟ يعني وبيقولوا لك الآن الوضع صعب وحرج وهنالك هجمات وينبغي نسكت شوي ومن أرجي الناس مشاكلنا وعيوبنا ومسالبنا. بس 30-40 سنة نحن بهاي الحالة. حلنا
حلنا شوي هيك، يعني يصير عندنا شويه اراده، خصوصيه، وطنيه. يعني انا مش بين نارين، يا هلا نظام هلا سوري يا نظام تركي. بخصوص العملية العسكرية، وهون بدي أختم. بخصوص العملية العسكرية التركية ذكرت أنه ينسحبوا حزب العمال الكردستاني والبيدي من سوريا، لكن انسحاب يعني حقيقي. البيادي يضل بس بكي. لكن يتحول لحزب سوري، مهم. يتحول لحزب سوري حقيقي. وهون بتوقف العملية التركية؟ كيف؟ هون برأيك رح توقف العملية التركية؟ اعتقد انه خلص، يعني ما عاد يكون هنالك، طبعا يكون الانسحاب حقيقي مثل الانسحاب بسنه 2000 لما حزب العمال الكردستاني سحب قواته خارج الحدود، وما كان في مشاكل، ما كان في تهديدات، ما كان في حرب طاحنه ضاريه ما بعرف شو. لا، بامر من اوجلان في السجن لحمايه حياه اوجلان سحبوا كل هاي القوات في اطار المشروع التفاوضي، سحبوا كل آلاف في منطقة ديرسم اللي هن علويين كرد. تصور قائد الميداني في المنطقة عيسى، اسمه الحركي عيسى، قتلوا الحزب لأنه رفض الالتزام، قال أنه أنا لن أنسحب ولن أمتثل وسأستمر في مقاومة الجيش التركي. الحزب قتلوا. الآن الحزب يقتل مين؟ الآن الحزب يقتل كل من ينتقد حزب العمال الكردي. جرب أنت خلدون، جرب تبلش تنتقد حزب العمال الكردستاني بالوثائق والأدلة وكذا وكذا، راح يحسبوا الله ما خلقك، لا ما راح بدي. يعملوك داعشي، أردوغاني، سنسكريتي، فرعوني، يعني شو بيخطر على بالك؟ أنا بدي ماسوني. أجرب. هذا الحل مش عويص، وفي تجربة أوجلان انسحب من سوريا وجنب نظام بشر. يا أخي حرام، يعني القامشلي يعني مش عزيزة على قلب حزب العمال الكردستاني قد نظام بشر حافظ الأسد. مهم. يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع. يعني أنت يا أوجلان، أنت يا حزب العمال الكردستاني، جنبت حافظ الأسد، كان مريض بالسرطان وبيحضر ابنه، مهم. واي عمل عسكري ربما كان يعني النظام كله ينهار. انت خدمت هذا النظام، خدمت. ومش بس ال 19 سنه الحرب مع تركيا كانت تصب في طاحونه حافظ الاسد ونظام حافظ الاسد. انت خدمت تركيا في 98 وانسحبت وجنبت سوريا. انت خدمت سوريا وجنبت نظام حافظ الاسد حربا ضروس طاحنه. بسنة 2000 طالبت المقاتلين، مش بس هيك يا خلدون، مش بس هيك، أوجلان طلب من حزبه أنه مع أسلحتهم يروحوا يستسلموا للأتراك كبادرة حل سلمي. يستسلموا للأتراك مجموعتين ثلاثة من المقاتلين نزلوا من الجبل كي يقنعوا الأتراك، يعني قدموا هي لكي يقتنع الأتراك، والأتراك ما اقتنعوا بهذا الموضوع. طيب حاول في سوريا، يقولون لا، إذا انسحب حزب العمال الكردستاني الأتراك سيهجمون. لك يا حبيبي، الأتراك لم يهجموا ب 98 لما طلع أوجلان. أنت ليش تعطي مبرر؟ طيب الأتراك من إمتى بيهددوا عفرين؟ احتلوا عفرين ب 2018. لو الأتراك يعني بالفعل كانوا متخذين قرار احتلال عفرين، لا كانوا احتلوها ب 2013 2014. ليش يستنوا هالسنوات كلياتها؟ صور أوجلان، بندقية حزب العمال الكردستاني، عمليات عسكرية داخل الأراضي التركية. يعني أنا ما بقول عملية اسطنبول وراها حزب العمال الكردستاني، لا، هذا حادث مشكوك فيه، أنا بشك فيه يعني بصراحة. لكن حزب العمال الكردستاني هل قام بهيك عمليات سابقا؟ نعم. هل استهدف المدنيين بتفجيرات؟ نعم. هل قام بعمليات انتحارية راح ضحايا مدنيين؟ نعم. مهم. حزب قاتل 14,000 عنصر من أبنائه، ما هلا راح يوفر الناس تامين؟ مهم. الحقيقة يعني الأسئلة ما بتخلص. أنا على فكرة إسا قدامي أسئلة، أنا ما في وقت، يعني ما خلصتها كلها. الحديث فعلا
نحن عم نحكي عن حزب هلا يعني اخذ الاولويه بقوائم نشرات الاخبار. الشيء اللي عم بيصير بسوريا، العمليه العسكريه التركيه المرتقبه وتطوراتها حديث وله ارتباطات بالثوره السوريه وبنظام الاسد وبنظام ايران وبتاريخ تركيا السياسي كله. فالاسئله حقيقه كثيره، واذا بدنا نغطي الموضوع تغطيه كامله مثل هالحلقه اللي اعطانا من وقته الى الاستاذ هوشنك اوسي مشكورا ساعتين من الزمن، مثل هالحلقة بدنا 10 حلقات. لكن بتمنى أكون غطيت جزء مهم يعني من جوانب المحور، موضوع العمال الكردستاني وقسد وتركيا. بدي أتشكر الزملاء في غرفة نقاش سياسي حر، الأستاذ جمال عبد الرحمن والأستاذة رشا الأحدب، على مشاركتهم وتوجيههم للأسئلة معي للأستاذ هوشنك أوسي. شكرا لك مرة أخيرة أستاذ هوشنك، ويا ريت إن شاء الله يكون لنا لقاءات بالمستقبل. حبيب قلبي، أهلا وسهلا وتصبح على خير. تصبح على ألف خير.